بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعين خلاص عبقى، مرحبا بكم، تنطلقوا من جديد في حلقة جديدة. الحلقة ديالنا اليوم هي حلقة تكون شوية غتعجبكم، ولكن غادي من خلالها غادي نذكر المغاربة وخصوصا رجال الأمن بواحد السيد اللي هو واحد شرطي من الرتباء، واللي كان معروف خفية. كانوا تيقولوا عليه بلا ما هو ساق لها الخبر، ولكن ما تيبغيش يقول عليها هذه الكلمه هذه او يسميها التسميه، ولكن كنا حنا البوليس مسمينها ليه من تحتها بلا معيق. هي كولومبو هو الحمدوشي. فرقوا ما بين الحمدوشي والحموشي. الحموشي اللي هو الان الله يطول عمره السيد المدير العام للامن الوطني، لا الحمدوشي يوسف الحمدوشي. هذا يوسف الحمدوشي هذا السيد كان من الرتباء ديال الامن الوطني، حياته كلها دوزها في الشرطه القضائيه. كان واحد الراجل قاري بزاف، عنده الدكتوراه الاولى، حصل على الدكتوراه الاولى والدكتوراه الثانيه، ودوز حياته في الامن الوطني. وكان واحد الراجل صريم، الصرامه فيه، واحد المعقول فيه كبير كبير كبير، ما تعرف لا هادي ولا ديك. كان واحد الراجل اللي اعطى لبلادو وعطى المدير العام للامن الوطني او الاداره العامه للامن الوطني، وكان مدير ديال المعهد ديال الشرطه بالقنيطره، وكان رئيس ديال الشرطه القضائيه بالرباط، الدار البيضاء، بالقنيطره، بعده مدن. وكل مدينه خلى واحد الاثر ديالو، واحد البصمه ديالو، اي ديال المعقول والصرامه، وما كاينش الضحك وما كاينش هادي ولا هادي. وكان ما الا غلطتي ما يرحمك شيء، خصك تصلح الغلطه ديالك. كان ما تيحملش الشرطي اللي خرج الطريق او الشرطي السكير او الشرطي اللي ما تيعملش او كذا، اللي ما تيخدمش او كذا ولا كذا. وقعت لي معها هنا واحد لانيكدوت، واحد القصه صغيره وقعت بيني وبينه، وغادي نذكرها من خلال هذه الحلقه اللي غنعاود لكم دابا. واحد النهار واحد الولد صغير عنده 12 عام غبر من دارهم، كلفت امه في الصباح، عطاته 100 درهم وقالت ليه سير خلص الضو. المحل باش يخلص الضو ما بعيدش على دارهم، يلا تقريبا واحد 200 متر. قالت لي هاك الورقه سير خلص الضو. مولف يمشي يخلص الضو، مشى يخلص الضو، مشى ما رجعش. الدري ما عاودش بان. مو تتقلب عليه، تتسول صحابو، تتسول الحومه، فين غيمشي هاد الدري هذا؟ الحي ها هو، الحومه ها هي، الدري فين غيمشي؟ كان 200 متر وغادي يغبر فيها. تتسول الدراري ديال الحومه، تتسول هنا وهنا وهنا وهنا. يلا واحد اللي قال له راه كان مع واحد صاحبو، شفنا مع واحد صاحبو واقف تيهضر هو وياه وغادي هو وياه. هاد صاحبو دري من ولاد الحومه، مشات مو دقات عليهم، خرج داك الدري، قالت لها جي لاباس ولدي بخير؟ واش ما شتيش ولدي امين؟ ما شتيش امين؟ قال لها لا ما شتوش، راه غير قبيله قال لي غادي يخلص الضو. مشيت مع عند مالين الضو وراه خلص الضو، وتفرقت انا وياه، حيت انا عيطات عليا امي باش نسخر. رجعت للدار، هو داز للدار عندكم. ما يمكنش، هاد الدري هذا ها هو كاين هاد الشاهد اللي مشى معاه للضو، خلصوا ورجعوا هو وياه، هذاك داز لدارهم، الاخر داز لدارهم. الدري طاح الليل ما جاش، غدا في الصباح ما جاش، النهار الثاني ما جاش. هنا الدري شنو تخطف؟ ذاك الوقت ما كانش شي عمليه خطف باينه ولا شي حاجه ولا كذا ولا كذا. كان واحد ديك الساعه تيخطف الدراري الصغار بزاف. كان واحد معروف عليه عنده واحد البيكالا في ذاك الوقت، على الاقل تيخطف الدراري الصغار بزاف. دوك الدراري الصغيور اللي تيكون خارج قدام الباب، يلاه دري مثلا عنده 4 سنين 5 سنين 6 سنين تيكون خارج ولا كذا، تيركبو قدام بيكالا وتيديه. هذه قصه اخرى تجي وقتها ونعاودوها، تيديه. ولكن دري عنده 14 عام، وشكون اللي غيديه الدري؟ الدري ما بانش تماما، ما بانش، ما كان شيء، ما بان شيء. داز واحد الوقت، دازت واحد 4 ايام او 5 ايام، هذاك الدري تيبان. فين تيبان؟ تيبان في الغابه ديال المعموره، الغابه ديال البلوط اللي معروفه بجنب القنيطره، غابه كبيره ديال البلوط فيها شجر كبار. بان واحد الراجل
تيسرح الغنم في ديك الغابة. ديك الغابة فيها شجر وفيها الربيع عالي طالع، ما عرفتش تيسميو هذاك الربيع هذاك، راه باقي الان مشيتو للغابة ديال المعمورة تلقاو الربيع في القرباط على الخميسات ولا داكشي، تلقاو واحد الربيع تيوقف، انا ما عنديش الاسم ديالو، ماشي حلالة، عنده واحد الاسم خاص، تيوقف داك الربيع، راه طويل داك الربيع، الى مشى لواحد وسطو تيقد يوصل ليه هنا ولا شي حاجة، هذا الربيع تيوقف، تيلقى تحت واحد الشجرة، تيلقى داك الدري اللي محوت عليه طايح مضروب في راسو ميت مقتول. هذاك السارح داك الراعي ديال الغنم مشى علم، مشى تيجري للقياده، قال لهم اودي اش كاين اش كاين، القايد ساق الخبر، عيط للبوليس، مشاو لعين المكان، مشاو لعين المكان. انا ديك الساعه كنت خدام في المطار فاش وقعت الواقعه، كنت في مطار باتسلا فاش وقعت هاد الواقعه هادي، وكنت قبل كنت قنيطره في لابيجي د قنيطره، وانا لابيجي د قنيطره خدمت مع السي الحمدوشي المعروف بكولومبو، خدمت معاه في لابيجي د قنيطره فاش كان هو تما. من بعد انا مشيت للمطار، هو رحل من القنيطره، رحل مشى الله مشى لطنجه، كان مشى لطنجه وانا مشيت للمطار باتسلا. بون لقاو داك الدري مقتول، جاو البوليس كذا مضروب في الراس ديالو. هاد الدري لما داو يديروا ليه الطب الشرعي ما لقاوش هاد الدري مثلا تعرض لاغتصاب ولا شي حاجه بحال النوع هذا ولا شي حاجه ولا كذا، لا، بحويجاتو مضروب للراس مقتول، عليه واحد العرش ديال الشجر ديال داك البلوط بحال مغطينو به، طايح بجنبو، في جيبو شي سوينتات ديال فلوس، واحد ورقه ديال الضو بانه كان خلص الضو، هزوه داو لامورغ، ساقوا والديه الخبار، مشاو والديه شافوه الدري وهذا كان طبيب، راه الدري مضروب راسو مقتول. اش دا الدري؟ هاد الدري هذا شنو داه؟ مصيفطات امو يخلص الضو حتى ولا وسط الغابه مقتول مضروب في راسو مقتول. هذا اللي قتلو كيفاش دار تداه لتما؟ واش قال يلاه معايا ودا قتلوه؟ كيفاش؟ ما كاينش شي علامات ديال شي ارويد ديال الطوموبيل ولا ارويد ديال الموتور ولا ديال شي دراجه هوائيه ولا دراجه ناريه، ما كاينش. اش تيدير هاد الدري تما في واحد البلاصه معزوله في الغابه تحت واحد الشجره كبيره مقتول؟ هذا اللي قتلو ما قاسو، ما داري فلوس من جيبو، شي سوانت عنده، ما عنده ورقه ديال الضو في جيبو، شكون اللي قتلو ما عرفتش، ولكن هناك راسو مفتوح، اي الدري الضربه جاتو في الراس. السلطه القضائيه خدات القضيه، البحث ما وصلوا والو، ما وصلوا حتى شي حاجه. داو الدري ديال الحومه، داو هذا، داو الاخر، داو هذا، داو الاخر، داو هذا، والو ما كاين حتى شي حاجه. الولد اللي كان مع داك الشاهد اللي تيقول هذاك داو، قال لهم هاد الهضره هادي، قال لهم ودي انا مشيت انا وياه خلص الضو تفرقنا صافي. هنا فين تيحد هذاك الولد هذاك، هو اخر من شافه، الصلاه على النبي. انا كنت ديك الساعه مطار باتسلا، جيت على القنيطره سقط الخبر لهذا الشيء هذا، تنجلسوا مع الدراري ديال لابيجي صحابنا في القهوه في العشيه، عاودوها ليا، قال لك واحد الدري تصاب تما مقتول كذا طا الهضره بزاف. الحي ماشي بعيد الحي ديالنا، اللي حتى حنا كنا الدار ديالنا القديمه من الديور اللي هما بجوار الغابه ديال المعموره، تيتسماو كان دار الشباب، الساكنيه، ديور المخزن، هادو كلهم فرقنا غير الطريق على الغابه. وانا في صغري من الدراري اللي عشنا في ديك الغابه بزاف، لعبنا فيها كره، جبنا البلوط منها، كنا تنغابروا، لان ماشي كانت بحال دابا فاش كنا حنا صغار كنا يلاه تندخلوا واحد مثلا واحد 300 متر ولا 400 متر في الغابه، تلقاو الربيع بزاف وداكشي، ما تقدروش نغابروا لداخل كانوا دوك الحطابات يدخلوا، اللي تيسرحوا الغنم وداكشي تيدخلوا لداخل. حنا ما كناش قادوا ندخلوا لداخل لان كانت غابه فيها الشجر بزاف وفيها الربيع بزاف عالي، داك الربيع تنخافوا. الدراري عاودوها ليا، قال لي ودي راه واحد الدري تبقى مقتول كذا، ولد فلان كذا كذا كذا. الدراري ما وصلوش شي معلومات، ما وصلوا شيء. بون انا فاش كنت مطار باتسلا كل عام 3 شهور الصيف تنمشيو رونفور او تنمشيو كدعم،
تنمشيو نعاونوا. تياخذوا مثلا من المطار باطسه تياخذوا واحد 4 ولا 5 الناس، تيصيفطوا 3 المرسى ديال طنجه، تيصيفطوا الباب سبته، تيصيفطوا المراكز الحدوديه. مثلا تمشوا للمرسى، علاش؟ باش تنعاونوا، لانه تيكون ديك الدخله ديال الناس ديال الخارج تيدخلوا بزاف. دوك الموظفين اللي تما الشرطه، رجال الامن اللي تما خدامين، شرطه الحدود اللي تما تيكون خاصهم الدعم، خاصهم اللي يعاون. وهنا مشات القضيه من هنا، تياخذوا من مطار بصره ومن الدار البيضاء ومن اكادير، 2 من هنا 3 من 4 من هنا، تيعاونوا بهم، لان الدخله ديال الناس ديال الجاليه تتكون من بزاف، تيكونوا من اكثر من الموانئ، اكثر من المطارات. الموانئ اكثر من المطارات، الدخله ديال طنجه، الدخله ديال باب سبته. كنا تنمشيو نخدموا تما. انا اللي مشيت خدم تما في طنجه، وكانت هذيك اول مره غنمشي نخدم في المرسى ديال طنجه. ديت معايا طومبو ديالي باش نطبع الباسبورات، لان حتى في مطار باتسلاك عندنا الطابع باش نطبعو. ديتو معايا كالعاده، مشينا تما خدامين عاديين. مشيت قلبت على الكراش، كليت في واحد لوطيل. الوطيلات لقيتهم شويه غاليين، قضيت واحد لوطيل شويه ماشي قدو وسكنت فيه. المهم بدينا خدامين. كان ديك الساعه الشاف د لابيجي هو سي الحمدوشي. سي الحمدوشي اللي تنهضر عليه سي كولومبو كان تما، كان هو الشاف د لابيجي. كيما هو فين ما مشى تيخلي البصمه ديالو، فين ما مشى تيولي مشهور بالصرامه ديالو، ما كاينش اللعمه هذه ما تيرحمش. لقيتو تما ولقيت عليه الهضره بزاف، طنجه كذا كذا، راه دار خرج مع الدري، شدو فلان داك البزنس، فلان ما كانش تيتشد، شدو واحد العصابه، دار. انا تعرف الخدمه ديالو، هو من تيجي ما اش غنقول لكم، ما تيرحمش، راجل تيخدم الله يرحمه مسكين، كان تيخدم بجد. كان تيجي مره من المرسى ديال طنجه، كان تيجي باقي تنقل عليه. هو من عادته كان عنده واحد الله يرحمه، واحد الموسطاش تيطلعو هكا. كان راجل غريب، كان راجل مثقف، كان راجل تعرف اش تيدير، قليل الكلام، ما تيضحكش بزاف. كان تيجي تيتلاقى مع الرئيس ديالنا ديال الميناء ديال طنجه، السي الكارتي الله يرحمه. الناس تنهضر على هاد الناس تعرفوهم. كان تيخرج هو وياه وتيبقاو يهضروا هو وياه، وتيبقاو غاديين جايين على جنب المرسى، على جنب البحر. في المرسى جنب البحر، حنا ديك الساعه ما كان تيجي هو الصراحه، كنا كل واحد تيدخل سوق راسو، لا حنا البوليس ولا الجمارك، لا البوليس ولا الجمارك، لانه هو كان تيدخل في كل ما هو امني او تيمس بالامن، هو كيما بغى كل واحد. ولا شوف غير مخزني تيدير شي حاجه اللي قبيحه، او مثلا ديواني او كذا او بوليسي، ديك الساعه تيدخل، ديك الساعه يقول في الرئيس ديالو هذاك شو واش تيدير ماشي معقول كذا. من الحوايج اللي كانوا فيه غنقولهم لكم، كان مثلا الا وقعت شي واقعه، فاش كنا معاه في لابيجي، الا وقعت شي واقعه تنخبروا بها السيد وكيل الملك او نائب وكيل الملك. كان تيجي هو في لابيرمانونس سيرتو في الليل، كان تيقول مثلا وقع تيقول واش خبرتو نائب وكيل الملك، تنقول ايه خبرنا، ولكن ما تيجاوبناش في التليفون. تيقول لك عاود عيطوا لي قدامي، تيعيطوا لي ما تيجاوبش، تيقول ديروا تقرير بانه ما جاوبناش، وقفنا فلان، وهذا التقرير غدا حطوه عند السيد الوكيل العام او عند السيد الوكيل الملك. ديروا التقرير، تنديو التقارير مبروك، تقرير فيه بانه استنادا الى واحد القضيه فلان وقعت في الليل، واتصلنا من اجل استشاره بالسيد نائب وكيل الملك سي فلان او سيد نائب وكيل العام فلان، واتصلنا ب5 أو 6 مرات على الهاتف ديالو على كذا ولا كذا، ما جاوبناش شيء، وعليه حنا درنا لكم هذا التقرير باش نخبركم به، ديو الوكيل الملك. وخلق مشاكل ماشي بيننا وبين دوك النواب، ولاو دوك النواب مثلا ديال المحكمه، ولاو اللي كانوا مثلا ما تيجاوبناش شيء او تيتعطل في الجواب، ولاو تيجاوبونا، ولاو تيديروا من احتياط، لان داك الشيء ولا تخلق لهم مشاكل. ان وكيل الملك او وكيل العام ولا تيعيط لك النائب، علاش ما جاوبتيش البوليس البارح، هما عيطوا لك 4 أو 5 مرات كذا، هما داروا التقرير. وكان دير التقرير تيديروا تيصيفطوا الوكيل، تيدير ميساج تيصيفطوا المدير العام الامن الوطني، باش تعرف هذا الراجل شحال كان صارم بزاف. ولكن هو الصراحه ما عندك منين تشدو، كما كان هو ما عندكم منين تشدو صرت والو، باش يرتكب غلطه ولا يدير شي حاجه ولا كذا، والو ذاك الراجل، والو.
حتى انه في طنجة لما بدا خدام في طنجة كرئيس السلطة القضائية وقع واحد المشكل كبير. بداو الناس نهار الجمعة في المساجد دوك خطباء المساجد تيدعيو معاه. شوف في نص القضية تيدعيو معاه، ستي عبد الرشيد الله يعاونو، امين، الله يزيد في ايامو، امين، ولا تيدعيو معاه. وهاد الخطباء ديال المساجد اللي كانوا تيدعيو معاه هادشي خلق ليه مشكل، خلق ليه مشكل مع العامل ديال طنجة في ذاك الوقت، مع المدير العام للامن الوطني، خلق ليه مشاكل بزاف. وربما لا يستبعد بان داكشي اللي كان جعلوه انتقل من طنجة. انا ما شيء، انا عارف بان خلق مشاكل، ولكن يمكن هادشي اللي جعلوه يبعد من طنجة او ابعدوه عن طنجة، انه ولا رجل مشهور بالمعقول. على اي اش وقع لي بينه وبينه في هذا الحديث هذا في طنجة. انا خدمت معاه وكنت بوسور معاه، كنت تنخدم بالمعقول، لانك تعرف ذاك الراجل ما معاش لا وما تيرحمش، وكنت عاطيه لاطاك بالمعقول، وكنت ديك الساعه مفتش ممتاز، وكنت تنخدم بالمعقول، وعرفني وكان من الناس اللي تيقدر، لانه هو كان لما تيكون مثلا فاش كان رئيس السلطه القضائيه عنده ناس تيقدرهم وتحترمهم وتيسلم عليهم بيديهم وتيتناقش معهم، وكاين ناس ما تيهضرش معهم. يقد هو في اجتماع يهضر مع 3 أو 4 الناس اللي عندهم فيهم ثقه وتيخدموا، الاخرين ما تيهضرش معهم، ما تيكلمهمش، ما يسلمش عليهم كاع. اذا كان داخل يسلم على هذا ولا باس بخير، يسلم على الثاني ويزيد يدخل، ما يسلمش على واحد. تيقول لك انت ما في يدكش، تيقول لك انت راه ما قاد على والو، تيقول لك انت راك تدخل شويه في العمل ديالك، راك تتخبى. اذا كان باش يعاقبهم ما تيسلم عليهم، ما تيحاشي لهم، ما تيتكلم معهم، حتى في اجتماعات كذا، والوقت اللي تتوقع عليهم شي حاجه ما تيرحمهمش. انا كنت من المقربين بدراعي كما تيقولوا، ماشي بدراعي، كنت مقرب. كان شويه تيعيط عليا، وكان شرف ليا، ماشي كان شرف لي، حتى الاخوه اللي تيخدمهم هو تيبغيهم تعطيهم بعض المهام، كان تيشرفهم، كان تيعيط لي بعض المرات، شوف السي خراز غادي تمشي على واحد كذا دير، شوف السي خراز كذا، كان تيعطيني مهام ماشي اللي كبر مني، وكنت تنقد بهم وتمشي نخدمهم وتندير مجهودي غير باش نبقى معاه مزيان. فرقنا كما قلت لكم، جيت انا لطنجة، جا هو لطنجة، جيت انا في ديك 3 شهور ديال الصيف باش نخدموا نعاونوا الناس ديال طنجة ديال الميناء. واحد النهار هو داز، انا شفتو شي 2 مرات 3 جا، انا عمري ما مشيت عنده نقول له السلام عليكم لاباس بخير، ولكن واحد المره صدفه هكا انا لقيته في سطحنا. هو كان تيجي مثلا مره في السيمانه، تيبقى يتمشى على جنب البحر، تيكونسونطرا مع راسو، غادي جاي غادي بوحدو تيكونسونطرا. تلاقيت معاه، لا الخراز لاباس بخير، لاباس الحمد لله كذا، وسلم عليا من الحنك جاتني في شكل انه قدرني اكثر. قال لي اش تدير هنا؟ قلت له نعم راني ما بقيتش في لابيجي داك المطار. فين مشيتي؟ قلت له نعم مشيت للمطار باص. لا انت ديال لابيجي، انت ولد لابيجي، انت بيجيست، كنتي تبقى في كذا. قلت له داونا للمطار. قال لي وحتى المطار بقى دير فيه لابيجي، قلب راه كاين مجرمين تيدوزو، كاين عصابات، كاين وحدين تيدوزو مخدرات، كاين قلب، خدم لابيجي تما، خدم، ماشي تمشي تما غير طبع وصافي وكذا. وحتى هنا في المرصى بالك شي واحد شكيتي فيه، شنو عنده؟ هذه التوجيهات ديالو، هذه التعليمات ديالو. قال لي فين ساكن؟ كاين عمس واحد لوطيل سميتو ولا سميتو. قال لي هذاك اللوطيل زعما طيل تيشوف شي طيل مزيان. قلت له لا نعم الصراحه مشيت نقلب على اللوطيل، كاين غاليين وهذاك الوطيل رخيص. لا ما تبقاش تما الله يرضي عليك. وذاك الوطيل نيت اللي مشيت ليه انا وطيل دوك الوطيلات ديال والو، ديال ما صالح والو، ما كاينش ندخلوا الافعال اللي فيه. قال لي لا شوف قال لي غتجي عندي ماش غتسير الخدمه؟ قلت له انا غنساليها مع 6. قال لي 6 غتجي عندي وغتلقاني في البيرو. وانا كنت عارفه بانه تيبقى هو في الليل في البيرو، في الخدمه ديالو تيخدم بزاف د الحوايج في الليل. خرج مع 6 مشيت عنده للبيرو، دخلني يلا خرج ركب. مشينا في الطوموبيل ديالو، مشينا لواحد القهوه، خذ شي حاجه، لا ما بغيتش ناخذ، لا عطاوه شي حاجه، كليت شي حاجه في القهوات، كل الناس تيحترموه تيعرفوه، خلصوه. هو هادشي اللي كان فيه من الحوايج اللي كانوا فيه.
خطير وار هو انه ديما تيخشي يدو في جيبو وتيخلص، وما تيحملش شي واحد يقول ليه صافي صافي يا الشاف صافي غيقول ليه صافي يقول ليه صافي. الناس ما تيخلصوش هنايا، المواطن ما تيخلصوش، تيخلص وتخلص من عندي انا بحال المواطن، علاش ما تخلصش من عندي؟ كانش تيحمل هو ديك فابور عطيه حكا الشاف ديالنا ما كانش تيبغيها خلص. هو يدينا عنده واحد مول لوطيل، دار واحد لوطيل مزيان، اوتيل نقي تدخلوا فيه اجانب داخلين خارجين بلا ما نذكر سميتو، في طنجه قريب للمرسى. جا داك المعلم سلم عليه، كان داير معاه ميعاد، سلم عليه داك المدير ديال لوطيل، لاباس بخير كذا، ربما مول لوطيل. قال لي ها هو السيد، غتعطيه الشومبر هنا يكون مزيان، ربما يجيو عنده ولاد ولا شي حاجه، او تجي مراتو او شي حاجه، خليه يستقبلهم. عندكم الريستورون تحت اللي كلاها حسبها عليا، صوب لي فاكتور وقادها ليا وطبع فيها وسليفها وجيبها ليا. هو يقول لي داك السيد خدامي، قال ليه ما بيناتنا شيء، مرحبا به. قال لي اسمع هكا وقف، اسمع اش تنقول لك، شنو قلت لك؟ قال لي هاد السيد لا فاكتور غتصاوبها ليا ديال المبيت ديالو وديال الاكل ديالو اللي كلها تقيدها. قال لي انت قيد شنو تاكل عليا انايا؟ قلت لي لا نعم صار هاد المره تناكل. قال لي قلت لي الاغلبيه تناكل في المرسى. قال لي الا كليتي هنايا، الا فطرتي هنا ولا كذا قيدها ليا. قلت لي واخا نعمس. داكشي اللي كان. زيد حويجاتي من واحد لوطيل، وليت ساكن في اوتيل بصح. الاخر كان فندق كنت ساكن في فندق. هو راه كاع اللوطيلات راهم فنادق، ولكن بفندق بداك الاسم ديال بكري الفندق. باش كان دوك الفنادق اللي كانوا عندنا بكري في المدن العتيقه، لا في سلا ولا فندق باريغو ولا في الرباط ولا مكناس ولا في فاس، كانوا فنادق. الفندق شنو هو اللي كان بدنا في الفندق بكري؟ الفندق كان تيبات فيه الرجل وبهيمته، كانوا البهيم. انا شفت واحد الفندق كان بقى في دوك الفنادق اللي بقى، واحد الفندق يمكن شفتو في فاس ولا في صفرو، والله العظيم فندق قديم، تيدخلوا الناس بالبهيم ديالهم، كاين فيه البيوت هكا داير بزاف ديال البيوت والدروج البيوت بزاف. داخل كان واحد الساحه ديالو تينعسوا فيها البهيم والسلعه ديال دوك الناس، والبيوت تينعسوا فيهم الناس. هذوك من الفنادق، كل واحد دير الكامله ديالو، كل واحد تيدير هذا. ما بقاوش دابا قلال، ما بقاوش. المهم هذاك الشيء اللي كان. انا لقيت راحتي صرت على النبي، بديت خدام انا في طنجه. دوزت شي على ديك الدخله ديال لوطيل، دوزت تقريبا شي 10 ايام. واحد النهار قلت للسير كارتي الله يرحمه، قلت لي انا بغيت نمشي نشوف الدار، بغيت نجي للقنيطره، راه ما شفتهم شاي وكذا كذا غير التليفون. قال لي وا سير عمر 48 ساعه، سير الكتابه وقول ما عمرك 48 ساعه باش نسافر نمشي نشوف الدار. واخا كملت الخدمه ديالي، مشيت. كان عندي الصباح ديك الساعه غنسالي مع ديك 3 ولا 4، مشيت الكتابه باش نعمر 48 ساعه. وانا نلقى السي الحمدوشي عاوتاني مع الكارتي جالس عنده في البيرو، تيهضر هو وياه تيتقهوى وداكشي. هو يقول لي زيد على الخراز، لا باس بخير اشنو؟ قلت لي على 48 ساعه. قال له عطيوها لك. هو يقول لي يا السي سلمت عليه، ويقول لي السي الحمدوشي سا طونب بيان. قال لي فين غادي؟ قلت له قنيطره. مزيان، عندك واحد المهمه غديرها في قنيطره؟ قلت لي نعمس. بون. قال لي شوف، قال السي الكارتي صيفط الخراز، هو غادي يشوف ولادو، صيفط مع هذاك بهاد الهضره تيهضر معاه، صيفط مع هذاك البروش يدي مع شي واحد اخر يعاونو، وديو راه هو تيفضل لابيجي تما ويهضر معاهم ويتكلم معاهم ويعطيهم هاد التقرير وكذا وكذا وكذا. ديال اش التقرير ديال شكون هو هذا البروش، شنو هي الخدمه، انا نقولها لكم. واحد البروش كان تيدور تما في المرسى، تيدور، وواحد النهار شافني وشفتو هكا تيدور. كاين تما كانوا تيدوروا شي براش قديم، فاش كانت ذاك بدايه التسعينات كان ذاك المرسى ماشي بحال دابا، المرسى ديال طنجه ماشي بحال دابا. تما كانوا قهيوات وشي برارك لداخل تيبيعوا الماكله، وكان تما تخاشش كامينات واقفين، وكان بزاف ماشي بحال دابا الطماط، مابقاش داكشي تيدور. تلقى تما الشباب حراقه تيبغيو يضربوا يحرقوا في الباطو، شي تيتخباو ليه في الحجر، شي كذا شي كنا عايشين معاه. هذاك الدري تا هو كان تيدور في المرسى مع ديك البراش. انا شفتو واحد النهار شافني كوي هرب،
شاف وجهي هرب. الدري هرب، قلت راه عرفني بوليسي ولا ما عرف، دبر راسو. الدري عنده 14 عام هرب. ولكن نهار اللي انا غناخذ 48 ساعه لقيت داك البرهوش، قلت له سما، قال لي شوف هاد الدري، هاد البرهوش راه مبحوث عليه من اجل البحث فائده العائله، تيقلبوا لعائلتهم هو ولد القنيطره. هاد البرهوش راه الباح في الليل كانوا غيتعداو عليه شي وحدين، بقى تيغوت شي وحدين من دوك الصلاك تيهضروا في المرصع في الليل، بغاو يتعداو عليه، بقى تيغوت ومشاو لبوسو هربوا ما شدوه وجابوه. هو باينه فيه الدري نقي شويه توسخ، ربما كان تينس في الزنقه وداك الشيء. قال لي هاد الدري هذا غاديه للقنيطره، راه روشيرشي بلا بيجي القنيطره، ديه للقنيطره، ديه وقفوا عليه تما وعطيوه التقرير اللي غنعطيوك ديال انه كان مبحوث عليه من اجل العائله كذا 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 كذا، ودي حطوه تما لا بيجي وعطوك ما لوفي انه تسلموه ورجع في حالاتك. ولا بغاو شي مساعده ساعدهم، راك تعرف نتايا. قلت له واخا العمس، انا عندي ديك الساعه واحد الطوموبيل ار 25، عطاوني واحد البوليسي من طنجه، الدري خدامين، هو اللي غيمشي معايا، رافقني ولكن الدري مزيان، انا بغيتو يجي معايا، انك ديما هضرنا وياه وضحكنا وياه وداك الشيء، وعرض عليا هو شي جمرات لدارهم في طنجه، سيرتو كان تعرض عليا نهار الجمعه جوج جمعات خصو داك الشيء، وقلت مناسبه باش نرد ليه ان غنجيو للقنيطره وبنا ندير لداري وكذا وكذا، وإلا سمعت 48 اور نسالي في القنيطره ونشوف العائله مزيان. جا معايا داك الولد، ركبنا داك الولد هذاك، لما ركبنا داك الولد ولقيت عنده واحد الميكا، كاش عندك في ديك الميكا؟ هو يقول لي السي الحمد شاكا، قال لي هذه غير ماكله شريتها ليه، ماكله هو يديرها السي الحموشي، كان راجل كريم، قال شريت ليه الماكله وراه شريت ليه المناضه والماء، راه هو تما عطوه ياكل في الطريق، لا بغى ياكل ولا. قلت له واخا ما كاين مشكل، احنا ديت غنوكلو معنا، لابد ما ناكلو في الطريق لابد. ركبنا داك الولد ديناه في الصباح، لا غد في الصباح، لان لا غد غناخذ لنا 48 ساعه، ديناه. الدري راكب اللور، حنا راكبين بجوج قدام. الدري تيقول لي بخراز، قلت له نعم. قال لي تنعرفك. قلت له تعرفني؟ قال لي قلت له فين ساكن انت؟ قال لي ساكننا قريب لدار الشباب. قريب لدار الشباب قريبه لينا، ولكن ما يمكنش نعرف الدري كلهم، سيرتو انايا في 76 دخلت للبوليس، في 76 راني في الرباط، تطوان، طنجه، مشيت انايا، ما يمكنش نعرفك الدري كاع، واخا يكون جارنا ما نعرفش. انا كنت نجي كاع عند ويد الله يرحمه حدانا هني، تنجي تعرف شي دري هذا ولد بنتك ولد الجيران هذو ساكنين بجنبنا، تعرفهمش، تعرف انا غير الكبار. ايوا قلت له اش دير هنايا؟ قال لي كنت بغيت نمشي للخارج. واش نمشي للخارج؟ عندك 14 عام بغيت نمشي للخارج، اش غدير شي خارج؟ اش غتصاحبك انت الخارج كذا كذا كذا؟ انت 14 عام بغا يحرق تتخربق، ما عطيناش اهميه في الهضره ديالو. تبعنا الطريق ديالنا، وصلنا القصر الكبير، وقفنا تما شرينا قهوه وكلنا كلينا شي حاجه ومعنا مشينا. ولكن انا لانه اللي في لابيجي وصحيتي في لابيجي ديما تنقول لك الدري اللي كان معايا انا اللي غادي معايا المرافق، كان هو حياته كلها دوزها في شرطه الحدود، ولكن انا دوزها في لابيجي غادي، وتنقول لها حضي من البروش لا يعلق، عندك البروش الدوري في الخو يعلق لينا، عندك نساو عليه. كنا رادين معاه البال حتى وصلنا قنيطره، دخلنا لابيجي. دخلنا لابيجي، دخلوا الاخوات تما كانوا خدامين معايا، اهلا بخراز لاباس بخير كذا كذا، وكي داير مع المطار في طنجه، اش تدير في طنجه؟ راك تعرف ديك الهضره؟ قلت لهم شوف هذا مروش، هذا راه رشاشي عندكم. قال لي هذا راه رشاشي يا صاحبي، راه كذا راه طاطا. قلت ليه فين ساكن في دار الشباب؟ قال لي حدا با فلان، حدا كذا، حدا واحد السي سميتو المحجوب الله يرحمه، كان سميتو المحجوب الصياد. قال لي بجنب الدار المحجوب الصياد. قلت لي صافي تعرف انا الدار المحجوب الصياد. قال الدري عندكم التليفون ديال دارهم؟ قال لي واحد الدري لا، عندنا غير دري ساكنين بهم، نمشي نجيب والديه، خليو باش نفكوا هذه القضيه، خليو عندكم. زيد الطوموبيل، مشيت انا وداك صاحبي، مشينا دقينا على دارهم، لقينا امو، قلنا لها السلام عليكم. السلام، ولدك فلان؟ يا سيدي راه تنقلبوا عليه وما عارفين مشى لينا سيدي، وحنا تنقلبوا، حنا كذا كذا، حنا سيدي دابا راه تقريبا حنا راه جايه لواحد الشهر، ولدنا غابر وهذا يلا معنا، يلا دينا باهم ودينا. لما دخلوا تنقص مع ولدها تبكي عليه وكذا 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 وكذا. جا واحد الاب جاهل هو يدخل قال له فيك يا ولد حرام. ضرب في واحد العامل تما، قال لي مالك اصاحبي، مالك على الطريقه ديال التعبير ديالك وهاد الهضره ديالك، مالك اصاحبي مالك؟ لا انا مربيه ما يمشيش، هيا مو تقول لك تنعلقو، تندير القنبه ونعلقو. افكار العوجه، الافكار المخربقه، وهادشي غنرجع ليه في الاخر ديال الحديث ديالي. هاد الاب زعما غير العنف، والدري ما تيهضر معاه باه وداك الشيء بدا تيبكي وداك الشيء،
وتقول لهم راه ماشي انا اللي ضربته، راه ماشي انا اللي ضربته، راه طاح من الشجره، ماشي انا ضربته، راه طاح من الشجره، انا شفت الدم وهربت، انا شفت الدم وخفت. واش تيخرب هذا الدري هذا؟ اش الهضره تيقول هذا الدري هذا؟ بس بلاتي جلس ولدي جلس خرج سيدي انت برا، خرج يا المراه برا، خرجي برا، خرجوا ستين. هذا غير بشويه عليك بشويه، هذا هضر شنو؟ تقول ما انا راه كنت معاه وكذا. على متى تضمت على امين؟ شكون امين؟ كنت انا وياه مشينا نجيبوا البلوط وطاح في الشجره. شنو هذا الشيء؟ اش قال لنا هذا الدري هذا؟ هذا الدري اش تيقول؟ الدري امين اللي قلت لكم في الاول، اللي لقاوه تحت شجره البلوط طايح مقتول. ها قصته كيفاش؟ عاود هذا الدري هذا اش قال؟ قال ذاك النهار انا مشيت انا وياه، عطاتهم هو يخلص الضوء، ومن مشينا نخلص الضوء، خلص الضوء فعلا، وقال لي يلا نمشيو للغابه راه كاين البلوط، وكان البلوط يلاه بان. ومن العاده ديالنا حنا كيما هاد الدري، العاده ديال الدراري دابا حتى ديال دابا، من تيبان البلوط يلاه بان في المدينه تيبقاو يمشيو الدراري او الناس يقلعوه، زعما البلوط باقي يلاه بان، تيمشيو يضربوا الشجر وهذا يقلعوه يجيبوا البلوط. قال لي مشينا نجيبوا البلوط، حيت الدراري جابوا البلوط للحومه وراوه لينا بانه شافوا الدراري البلوط في الحومه. قال لي نمشيو نجيبوا البلوط راه كاين في الغابه. قال لي مشينا انا وياه وخدينا واحد العصا من الشبيك ديال دار الشباب. دار الشباب كان دار فيها واحد الشباك كبير فيه عصاي في داك الخشب باش موقفينه، الدراري تيسلتوا شي خشبه وداك الشيء، سلتوا شي عصا من تما ومشاو هو وياه. وقال لي يلا نمشيو ديك الشجره الشارفه. شنو كان ديك الساعه؟ هادو قالوا الشجره الشارفه. حنا في صغرنا لما كنا تندخلوا للغابه كان عدد ديال الاشجار كنا مسمينهم، فهمتي؟ الشجره الطويله، الشجره كذا، الشجره ديال الغراب كذا، شي غراب تيعيش تما ولا ما عرفت يوقف، كانوا بعد اسماء هكا. الشجره الحانيه، الشجره ديال هكا حدا الشجره الحانيه، كانوا اسماء تنعطيهم حنا في صغرنا. اذا هذيك الشجره كانت واحد الشجره كبيره، كنت تقول لهم الشجره الشارفه كانت كبيره. قال لي غنمشيو للشجره الشجره الشارفه. فين جات؟ شويه داخله في الغابه، وعلي هذاك الربيع نايض بزاف. هذاك الدري طلع امين، طلع لقاو البلوط، ولكن هو طلع الفوق حسب ما تيعاود هو ترس به العرش. لما ترس العرش طاح. هذيك الشجره كانت كبيره وعندها جذوره خارجين ديال هكا، راكم تشوفوا شجره البلوط، بعد شجره ديال البلوط اللي الجذوره ديالهم خرجوا من الارض تيكونوا خارجين وعاود داخلين الارض، باينين وداخلين الارض، تكون كبيره قديمه. ترس به العرش، طاح على راسو فوق دوك الجدر ديالها، تفرح ليه راسو والعرش حداه طاح. المعاينه ديال البوليس اللي مشاو لعين المكان ما كانش هي هذيك، ما هما يلاه شافوا الدري تما الدم راسو طاح، الدري مقتول. ما قالوش العرش راه مهرس وباين بانه مهرس وطاح به، ما طاحش هذه الفكره تماما. العرش تيقولوا شي واحد بغى يغطيه بالعرش ديال البلوط باش ما يبانش، كما قال السرح، قال لقيته مغطي بعرش كبير ديال البلوط. هو لا ماشي مغطي به، راه طاح به من فوق. الدري لما شاف الدم وداك الشيء طاح به، ما بغاش يقولها وناض الصداع في الحومه. الدري مجا ما كاينش مشى قالها لعمته عندها ولدها حرق الاسبان. عمته طيحت عليه فكره، قالت لي شوف باك راه يقتلك، امك راه تقتلك، ما دير حتى حاجه، يلا شوف ركب لطنجه، سير تما راهم تيركبوا لاسبانيا، سير ركب اسبانيا وقطع كيما تيديروا الدراري، وسير عند ولدي تما قلب عليه وراه غتلقاه، ودير المراه عارفه يلا ولدها حرق ومشى اسبانيا، ولدها كان في اسبانيا، ولد خوها عرفات بواه ما تيتفاهمش وباه خطير، ومشات خلعات الدري راه باك يقتلك والدري تقتل والدري مات والدري كيوقع عليه وكذا كذا. زاد كملت عليه. اش دارت؟ شوف الافكار كي دايره، مشات معاه حتى لاكار وقطعت ليه طنجه وقالت له وسير، وضربتها بسقره. باه يقلب خوها اللي هو باه مرت خوها تتقلب، ربما عندها مع عاده ما بغاتش تقول الولد فينا هو، كلشي تيقلب على الدري. عائله تتبكي على الدري اللي طاح تيقولوا مقتول، عائله تتبكي على ولدها اللي غبر من المدينه ما بقاش بان. هو الدري مشى لطنجه، هو اللي ردينا، هو اللي عاود هادشي. عيطوا المعنيه بالامر ديك عمته لما جات مع لابيجي ما عندها ما تقول، قالت وانا خفت عليه وخفت باي هذا، وعندي ولدي في اسبانيا كلي سير عنده، وركبته في القطار، ركباته في التران ما قلت حتى شي واحد.
والدري خاف من سمع الموت وقتل مقتل الموت كذا كذا، ما قدرش يقولها لباه، ما قدرش يقول حتى كنت معاه في الغابه، ما قدرش يقول حتى مشيت معاه وراه طاح قدامي، ما قدر يقول حتى شي حاجه. شداتو اخرى داتو وتقدمت المحكمه ديك عمتو، وتقدمت بانه داكشي دار في القصير اللي راه جنايه، هرباتو ركباتو دري صغير في التران وقالت ليه سير، وهبط في طنجه وبقى مسكين تيدور تما كيلبوالي في المرزا ما عرف اش غيدير. جاب الله وقع عليه ديك الحدث مع دوك خوياتنا بغاو يتكرسوا عليه وجابوه البوليس، وفي الاخر عرفوا منين وما قالش، ما قال هو ما هضر ما تكلم حتى لا بيجي وناض تصدع وبا وداكشي بقى تقول انا ما درت ليه والو، انا امين ما درت ليه والو، امين طاح من الشجره. مع البحث معاه بشويه تبين بان امين حتى واحد ما قتلو غير طاح من الشجره. هنا بغيت نهضر لواحد الموضوع. هذيك تقدمت المحكمه، ما بقيتش سولت انا شنو واش سمحوا لي ربعت لي امها، ولكن تشوف هذه المراه اشنو دارت، الافكار العوجه اشنو دارت. ولدها حارق قالت لي سير اسبانيا، زعما غيوصل لاسبانيا، اسبانيا تصحابها دار غيوصل لكم لكم اسبانيا هذه لاباس بخير. كاين ولد عمتي غيقول لها ولد عمتو تكلم، في غدا بالدري في غدا بي. هنا تنهضروا على الاب، شكون سبب هذه المصيبه؟ هو الاب اللي تيقول لهم قدامي انا في لابيج، يقول انا كنت نعيط، يقول لكم اقل حاجه نكتفوا نباتوا مكتف، اقل حاجه تنبيت ما مكتف، انا ولادي ما عنديش بهم الرحمه، ما عنديش كذا كذا. الناس اللي تصحابوا العصا هي التربيه، كانوا بكري دابا قلالوا، ولكن كانت تصحابوا العصا هي التربيه. العصا اللي كانت فيها التربيه كانت عصا اللي فيها الرحمه، عصا اللي فيها الخلعه اكثر من الضرب، الخلعه اكثر من الضرب. العصا اللي كان تيدير المعلم لما كانت تشد مسطره بحال هكا تيقول دير هكا يلاه دير يدك دير يدك دير يدك، هذه هي العصا اللي كانت، ماشي العصا ديال هاد بولحياه اللي تيقول لك انا كنت نبيتو مكتف، انا كنت كيفاش غيدير الدري يقول لي انا كنت مع فلان وفلان مات، غيقد يقولها لي معلومه ما قدش يقولها لي، ان با ما خلاش التواصل بينه وبينه. وعدد من الاباء فيهم هاد الحريره هذه، عدد من الاباء اللي تتشوف زعما السي سيد في الدار زعما ولادو غير مخنزر هذا كذا مربي ولادو على الخلعه، هذيك وقت تقول لهم وبلاتي تيجي باك خليه تيجي باك غيجي لك. اليابان وتنقولها ديما، اليابان التربيه تعطات الام وما كانش هذا الشيء غلطا، اليابان التربيه تعطات الام هي اللي تتربي، ما ترباش الاب، وهما احسن دوله في التربيه في العالم. الام هي اللي خصها تربي ولدها، الام اللي حداها الدري هي اللي خصها تربي بنتها اللي حداها الدري، ماشي الاب. الاب راه ديما في الخدمه وكذا وكذا وكذا، الاب هو اللي خصو يقول لولدو خلي تجي امك ونقول لها هذا الشيء، ماشي الام تقول تيجي باك. ان الام الماء غيقولوها لها تربي بالغوات وبالهضره وبالكلام وكذا 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 وشي ضريبات. والاب الا كان ديكتاتورك بحال هذا اش عنده اش تعرف تيهلك. كان تيفتخر كاع واحد ناظر الدري ولدي طلع لي الدم نهرس والدي هرستو من هنا، والله الا هرستو من هنا، تيقولوا هكا تنشوفوهم تيقولوا هاد الهضره هادي. وداك الدري كان ضحيه ديال والو، ضحيه ديال الخوف من باه، من جيرانهم داكشي اللي سمع وداكشي اللي شاف في الطريق. الحمد لله اللي نقد في المصرى ديال طنجة قبل ما يوقع لي شي واقع اخر. هاد الحلقه عرفتكم بها على السي الحمد لله الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه، اللي قليل بحالو دابا للاسف، كاينين ولكن قلال اللي بحالو في الجديه وفي العمل. الله يرحمه في هذا النهار هذا، هو راه كمل حياته من ما خرج من البوليس، كمل حياته محامي في الخارج في فرنسا، ومات مسكين من بعد. بس هو كانت تقف عنده واحد الثقافه عاليه عاليه عاليه، وكان رجل لا يعرف كذا ولا كذا ولا تدخلات ولا ارتشاء ولا خمر ولا هذا ولا حتى شي حاجه، عنده غير جود خلق ليعمل. الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. والله يرحم حتى السي تبع، هادو من الناس اللي خلاو ليا واحد البصمه في الذاكره ديالي. الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. تنتمنى من هذه الحلقه تعجبكم، والسلام عليكم والى لقاء اخر. السلام عليكم ورحمه الله. الجريمه الاولى، واحد المرأة ما عندها شيء، راجلها خدام شي قرب تلقى شي خديمه غادي يخلق مره هنا مره هنا، ولدات 3 ديال البنات، ولدات البنت الاولى وولدات البنت الثانيه والبنت الثالثه. وراك عرفتي دوك الناس مثلا تقول لها علاش خدامه غير تتولدي، تتولد البنت ولدات بنت تتقلب على وليد، وتتعاود تولد بنت وتتقلب على وليد، وتتعاود تعول بنت وتعاود تقلب على وليد. تعرف واحد السيد الله يرحمه مسكين ولد 9 البنات، 9 البنات ولد هو تيقلب على وليد، الشركه ما عطاتوش وليد تيقلب على وليد. هاد المراه ما عندها شيء، راجلها غير حمال،
يطالب معاشو، ولدت 3 البنات، وهي تزيد الرابعه. زادت الرابعه في واحد العمر اللي كبرات، هي كبرات وراجلها كبر، وزادت الرابعه. زادت الرابعه انا تنهضر باش تشوفوني تنهضر على البياضات تنتعصب تنتعصب تنتعصب. هذوك اللي العفو، هذوك اللي حيدوا الصوت، دوك اللي تيولدوا انا تنحمل منهم شيء، لانه راكم عارفين الفقير تيولد اكثر من الغني. كاين الفقير والمتوسط، كاين الغني والفقير والمتوسط. الفقير تيولد اكثر من المتوسط، متوسط الدخل واللي عايش حياه متوسطه عاديه، وذاك المتوسط من ناحيه اقتصاديه تيولد اكثر من الغني. اي الغني تيولد قليل، اللي عنده فلوس تيولد 1 ولا 2، وداك اللي تابعو اللي شويه لاباس عليه شي شويه تيولد 3 ولا 4، ولكن الفقير راك عارفين تيولد 5 و6 وكذا وكذا تيولد. وبعد الناس تهضر معاهم، الناس تيفكروا مزيان، تقول لك والمغرب راه مازال خصو استثمار في الشباب واستثمار في الناس. المغرب راه مازال خصنا زعما حنا ما عرفت شنو، مازال خصنا الدراري، مازال خصنا الشباب، مازال خص بلادنا، مازال خصنا نزيدو نولدو وتصوروا شي وحدين خدامين تيولدوا بحال هادي والده 3 البنات وزادت بنت وحده. هذيك البنت اللي زادت شويه مسكينه، ديما مريضه وديما عيانه وديما مريضه وديما عيانه. جات واحد المراه صاحبتها تعرفها، عندها وليد ولاباس عليها وراجلها لاباس وبخير وكذا وكذا، وجات عندها قالت لها اعطيني هاد البنيه هادي، انت عندك 3 البنات ولا عندي غير وليد ما بقيتش تعاودني، ولا اعطيني البنيه. قالت لها الراس والعين، خذيها لالا. عطاتها البنيه، عطاتها لها غتربيها. راجلها قبل قال مزيان جيبي لنا بنت، عندنا وليد عندنا وليد زيدنا بنت. هذيك في العروبيه الاخرى صاحبتها اللي دات البنت في المدينه، مسكينه الاخرى تقول بنتي غادا للمدينه، تولي مدينيه وتقرا في المدينه ودير توظف كذا كذا كذا، يلاه تكافى هي مع دوك 3 اللي عندها في الدار. الاخرى جاب ديك البنت تهلط فيها كساتها صبتها تهلط فيها بقات تكبرها، ولكن من وصلت دوزات واحد 3 سنين تبين بان البنت ما تتهدرش شي مزيان، عندها واحد النوع ديال التوحد، تدير شي فعايل. راك عارفين الناس ديال التوحد، سيرتو كاين واحد التوحد حاد اللي هو خطير، الله يشوف بالحال. وتنعاود نقولها، الناس اللي عندهم وليدات من هذا النوع. هذيك المرة ما بقات كدير لها، بقات مربيه البنت. من ناحيه المدرسه البنت ما مقبولاش المدرسه، ما مقبوله شيء، انها معاقه كما غنسميوها، ما مقبوله شيء. بقات عايشه معها، تخرج معها وتجي معها، تخرج معها وتجي معها. دارت البنت 11 عام، 11 عام، وديك المراه ساكنه بديك الدار، وديك البنيه ديما بجنبها، غتقريها ما قرات شيء، غتدخلها صداع ما صلح شيء، والو مسكينه عايشه باش تعيش حتى تموت. ولكن داك الراجل قبلها تيقول لها بنتي، الراجل ديك المراه، وعايشه مع داك الولد اللي هو خوها اللي هو ولا تيقرا وهذا مشى للثانوي، ولكن البنت بقات مع امها اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا. حتى وقعت واحد المره واحد المشكل، قدامهم واحد مول الحانوت عايش بوحدو، النص ديال الحانوت ديالو داير فيه مواد غذائيه، والداخل داير فيه سكنه. تعرفوا داك النوع اللي ولادو في البلاد ومرتو في البلاد وداك الشيء ديالو سكنه. عارفين الناس ساكن في الحانوت. هذيك المرة تتقدم لعندو، تتخلي عنده الساروت، بعض المرات تقول لي هاك الى جا راجل يعطيه الساروت، بعض المرات تتخلي مع ديك البنيه قدام الباب، جالسه قدام الباب ديالو هذا وهذا. ديك البنيه تتبغي داك مول الحانوت، تعطيها حلوه تيتهلا فيها، تتكون ما غادا تقول لها فين غادا؟ راه غادا للمارشي، وخلي البنت هنايا، خليها تجلس على الكرسي، لاش غتمشي للمارشي، لاش خليها تمشي معاك جوج راها، جلسي تجلسها معاه، تيجلسوا معاها. البنت ولفات داك مول الحانوت، ظريف راجل مزيان، تيعاملها مزيان. بعض المرات تكون غادا مع امها تقول لها امي خليني معاه. واحد النهار المراه قالت مول الحانوت انا غادا لواحد العرس، الله يعطيك الصحه، والراجل راك تعرفوا الراجل خدام مسكين تيجي على يومين 3 ايام في واحد الشركه بعيده. قالت لي انا غنمشي لواحد العرس، الله يعطيك الصحه خلي معاك البنيه. قال لي واخا صافي خليها هنا، ما بغاتش دير بنت العرس، ما بغاتش دير بنت العرس،
كما تقول في المحضر ديالها تفادي الاسئله ديال بعض الناس، لان اللي تيتشفاو حيت كاين واحد خلائق الله، واحد البشر تيتشفاو في كل شيء، تيتشفاو في كل شيء. الا شاف غير دري مسكين معاق تقول لك الله يستر، هضره ديال العيالات والله يستر اختي مسكين مكتب الله يستر، الله يحفظ وليداتنا، هكا زعما يكون وليداتنا احسن من هذا، والله يحفظ وليداتنا. مسكين عندها الدراري ما تيعرفش الله يستر يا ربي، وتيبقاو يديروا هكا في شي طابله، وبنتها مسكينه ما تهضرش الله يستر يا ربي. تيتشفاو بواحد الطريقه، تيتشفاو تنقولوها. خلات البنت معاه ومشات، المراه دوزت العرس ديالها ومشات في واحد الوقت الاخر من الليل، دقات عليه، خرجت البنت عطاها عليها صافي، حيت هو دخل لداخل الصلاه والنبي. المراه الصباح من جات البنت مريضه والسخانه عليها وكذا وكذا وكذا، وما تقدش توقف حتى حال البنت. بالصدفه ديك امها الاصليه، امها اللي في العربيه، مره تجي عنده، تلاقات معها في العرس، لان العرس عائلي ديالهم، تعرفوا بعضياتهم، تلاقاو في العرس. وقالت لها البنيه، قالت لها ما جاتش، انا خليتها مع مول الحانوت كذا. قالت لها الصباح ندوز نشوفكم، قالت لها ندوز نشوفيها، تجي عندها مره في 20 يوم، مره في شهر، مره بقى ليها. جات لقات البنت مريضه بزاف، واحد الحاله، قالت الاخرى نديوها للسبيطار، نشوفوا شنو عندها كذا. داوها للسبيطار ديال الدوله، دخلوا العيالات بجوج عند الطبيبه، شافتها الطبيبه وداك الشيء وهذا، قالت لهم شكون امها فيكم انتوما؟ قالت لها واحده انا امها اللي مربياها، وهذه امها الاصليه ديالها. هاد البنت من كانت فين كانت؟ فوقاش؟ قالت لها فين كانت البارح ولا اول البارح؟ قالت لها هاد البنت كانت سيدي خلينا، انا مشيت لواحد العرس وخليت عند مول الحانوت اللي حدانا. ايوا قالت لها هاد البنت هادي راه عندها شي مشكل، راه مكرسه شويه، هي باقا بكر ولكن مكرسه شويه هاد البنت هادي. فهمتوني اش بغيت نقول انايا؟ قالت لها ياك ما مول الحانوت دار فيها شي حاجه؟ قالت لها ما عرفت، ولكن البنت فيها علامات وفيها ديطراس في الحماة وفيها شي حوايج، راه كذا، وان كما تنقولوا بالدرجه مقيوسه وكذا ولكن بكر. ايوا خصكم تشوفوا واش هذا الشيء ماشي عادي. قالت لي انا دابا هاد البنت معاقه، انا غنعلم البوليس، انا نقول لكم غنعلم البوليس خصهم يجيو. الطبيبه علمت البوليس، الام الاصليه ديالها تقول لها يا اختي علمي البوليس، بغينا نعرفوا شنو وقع لبنتي. اي الام اللي غير اللي ولدتها عاد ولات بغات بنتها لما سمعت البوليس وهذا، بحال بنتها عطاتها لوحده ما تكرفست عليها وما دارتش داكشي اللي كانت تقول لها بان ما حضرتهاش ما كذا. الناس تقول لك مقيوسه، هنا كاين الزروقيه، هنا كاين هادي في التيدي ديالها كاين البنت عندها مشكل. جاو البوليس، جاو الشرطه القضائيه، جا الضابط اللي دار معاينه تعاود لي هاد القصه هادي، قال لي جيت لعين المكان، جيت الطبيبه قالت لي دخلته بوحدو، قالت لي شوف علامات ديال عضان، علامات ديال الكظامات زرقاء. قالت ليه انا ما نبقاش نبين لك بعد المسائل في هاد البنت هذا، بين ديك الدراع ديالها، بين ديك شويه من الجام هنا، ما نبقاش نبين لك شي حوايج راه كذا. البنت شي واحد تكرفس عليها بزاف، مع انه خلاها بكر ولكن تكرفس عليها. اش عندها اي نقولوها بالفرنسي كونتر ناتور، ما نصحها شيء ان معكم وليداتكم داك الشيء، دار شي حاجه كونتر ناتور. اذا شفتوا عند من كانت عند مول الحانوت، كانت عند الحاج داك الظريف، داك اللي تيسد مع العصر تيمشي يصلي، تيسد مع الظهر تيمشي يصلي، رجل معقول. نهار اللي في ديك البنيه عيطوا عليه، قال له جيب البنت للكوميساريه، جابتها لابيجي، جيبوا من الحانوت اللي كانت عنده البارح فاش غيوقع الواقع. مول الحانوت لما دخل البنت فضحاتو، لان لما دخل غير قال السلام عليكم، دخل البنت بقات تتغوت، بقات تتخبى. البنت اللي كانت
تنتصر من امه وتمشي عنده تقول لما غير سيري خليني معاه غير كذا كذا مولفه الحلوى مولفه كذا ذاك النهار تتخاف منه قدام الشرطه القضائيه تقول لها تقول لها مالك بنيتي تدوخ دير ما بغاتوش يقرب ليها تقول لها موسى مالك معاه لا والو سيدي تقول لهم لا سيدي راه كان هو عقلها انا تحل الباب وتمشي تجري عنده تمشي تجلس قدام الحانوت تمشي هذا تدخل عنده لداخل تمشي كذا تمشي كذا تمشي كذا الا هاد البنت شو كي تبدلات مول الحانوت بدا تيخربق وتيضربق مالو شنو كاين شدوا السيد جلسوه السيد بداو تيبحثوا معاه البنت ولا بغات تجلس في ذاك البيرو هو كاين تما تضرب بامها وتضرب حتى وجهها منه لانها ما قدرتش مسكين ما عرفتش تقول ما عرفتش تهضر ما عرفتش تصرح ولكن الحركات ديالها والغوات ديالها والنظرات ديالها استطاعت باش تبين للبوليس هذا الرجل هذا خطير هذا الرجل دار فيا شي حاجه خايبه كذا 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 البوليس جلسوه بوحدو وحطوا معاه كارت في الطابل عاود لهم واحد التعاوذه قالوا يلا معنا نمشيو فين ساكن نشوفوا شنو كاين فين ساكن لما مشاو فين ساكن في الدار اللي مقابله الدار اللي ساكنين فيها البنت دخلوا لداخل تلقاو عنده الفراش لداخل ولكن تلقاو في داك تما واحد الفوطه بيضاء مسخه تلقاو تقشيرات ديال البنت امها كانت ملبساها واحد ليبا بيضين وليبا محيدين تما محطوطين ولكن الام ما ردتش البال بان بنتها راه جابتها بلا ليبا نسات ولكن لقاوها تما عرضوا مع الام قالت لهم هذه ديال بنتي هاد الليبا هادو ديال بنتي انا ما رديتش البال فاش ليتها في الليل من عنده ما رديتش البال اذا تحيدوا ليها ليبا واللي يحيد ليبا يحيد بزاف د الحوايج خداو هذوك المعطيات من تما عرفوا بان كان هناك مصلحه الجريمه هذاك البيت فين تيناس وردوه الله بيجي واعترف وسماها في الشيطان وبزاف عشنا حنا الشرطه القضائيه ناس اللي تيدوا جرائم ولما تيجيو قدام الشرطه تيسميوها في الشيطان والشيطان يعوذ بالله والشيطان غرني والشيطان انا تنقول هاد الناس هما اللي داروا هاد الفعله اللي تيكون مجرم تيدير جريمه انا هادي عقلي وافكاري انا ما تندخلش الشيطان في هاد لافير انا ما تندخلش الشيطان وما تنبغيش يسمع شي واحد يقول لي هو الشيطان والحمد لله القانون ما تيجيش بحساب الشيطان لا القانون الجنائي ولا المسطره الجنائيه ولا كل شيء ما تيجيش بحساب الشيطان ما تنديروش لا محكمه ولا قضاء ولا حتى شي واحد ما تيدير بحساب الشيطان هذه الكلمه كلام عابر الشيطان غرو الشيطان ما تيقدموش المحكمه وما تيجيبوش لان الشيطان في هذا لافير بريء انه ما كاينش عنده عنوان اللي غنمشيو نستدعيوه اذا درتيها بوحدك ما تقولش لنا الشيطان بحال قلتينا وكان معايا واحد السيد تيعيطوا ليه دريس وفين ساكن والله اعلم كي داير وما عقلتش عليه كان الليل واش لابس الله اعلم وهي هذه لا نوني نتاع حاجه ردها الشيطان بانه هو اللي غرو الشيطان هو مرتو ماشي معاه في البلاد هو تيمشي للبلاد مره تيمشي قليل والبنت انا شافها وكذا وقالت تاتا وتاتا ودار تاتا واعترف بما نسب اليه جمله وتفصيلا بزاف الناس تنتهكوا حرمات المعاق والمعاقه بزاف لا في العنف اللفظي ولا في العنف الجسدي بزاف الناس اللي تيعرفوا مسكين المعاق لانه ما تيعرفش يقولها وتيعرفوا المعاقه ما عرفش تقولها وتتكرسوا عليهم بهذه الطريقه قلت لكم لانه ما تيعرفش يقول ما تعرفش يخرجها من فمه ما تعرفش ولا يسوق عليه تيقول راه الزنزون ما تيهضرش شيء او هذا او ابكم هكا ولا كذا ما تيهضرش مستغل او مسكين او عنده توحد او كذا وياخذ فرصه وتيدير فيه اللي يبغى لا بالعنف لا بالضرب لا كذا بانه ما يعرفش يقولها هذه خطير وهذه جنايه وتتحكم في الجنايات تمشي للجنايات. انا عجبوني هاد الايام مصر خرجوا واحد القانون بانه اللي تيبيع المخدرات في المدارس او في الجامعات او كذا المخدرات تتحكم حتى بالاعدام. وانا تنقول هاد الجرائم الناس اللي تيمسوا في اعراض ديال الاشخاص ديال ذوي احتياجات خاصه خصهم يمشي الجنايات خص تكون احكام عاليه العاليه يمشي حتى الاعدام
الاعدام اللي عندنا في المغرب واحد الجمعيه استطعت باش تشد مع الدوله باش يمحيو الاعدام، ما يكونش عقوبه الاعدام، مع ان ديك الجريمه ندموا عليها. وانا تنقولها وقلتها ديما، جريمه الاعدام راه خصها تبقى، خصها تكون ان بعض الناس يديروا شي جرائم راه ما ينفع فيها وما تبرد قلب الا بالاعدام. راه بعض الناس يديروا شي جرائم كاع الناس تيقولوا هذا خصو يتعدم، بحال اللي تيمشيو لهاد الاطفال تيديروا فيهم اللي بغاو بهذا النوع هذا. خاص تكون جنايه وتكون عقوبه اللي هي بجنايه، الناس تيسعوا بدوك المعاقين تيدير هكا ويبحثوا معاه ويلقاو ماشي ولده ويلقاه كاريه، تمشي للحبس اللي تتكريه وتخرجوا للشمس مسكين وتحطوا في الشموشات نهار كامل تشوفوا في الزنقه. واللي تنقول ما تعطيوهمش تيستغلوا الدري الصغار اللي جرى مع دري صغير مسكين صغير جرى في الزنقه، دوك المحترفات وهذا زعما دري الاخر تيرضع وغادا تدور بهم مساكن بداك الشمس تيما هي الفلوس، يموتوا بالسخانه في العشيه ولا دبر راسهم، الا مرض تعطيه كينه تيعاود يصح تقول له تخرج. كاين الدري اللي تيضرب 10 كيلومتر في النهار على رجليه، جرب واحد قدو قداش خويا صدق الله ودير على حساب هاد اليتامى ما تمهم وهو الحرام كاريهم يضربوا 10 كيلومتر. كاين مسكين المعاق اللي تيبقى النهار كله هو فوق الكروسه من طلوع الشمس الى غروبها يديرها وهي جرابه الحرام وخدامه خويا عاوننا على هاد، خويا عاوننا على هادشي، تيكريو لبعضياتهم ويدوزوا هذا لهذا. انا لاحظتهم تلقى ماشي في الكروسه اللي كانت عندها وماشي نفس الدري، ولكن كتافي خاويين. هادي تنقولها ماشي هذا الولد اللي كان عندك هاد السيمانه واخويا تنتمعشوا، ماشي هذا الولد. منين جيتي؟ انت عندك 2 معاقين، عندك 3 وتيبدلوهم. التسول حنا مسؤولين عليه، التسول في بلادنا مسؤولين عليه. هذوك اللي تيمتهلوا التسول حنا اللي مسؤولين اللي تنعطيوهم. كما هضرت ديك المره على الناس تيجيهم من داخل من افريقيا تيدخلوا عندنا، قلت اللي بغى يخدم واللي بغى يتصاوب ولا يصاوب، ولكن اللي تسول ما نعطيوش التسول في الرومبوانات، ما نعطيوش التسول هذا النوع اللي قلت لكم، ونحميو المعاق. وتنقول هنا رؤساء الجماعات والمجالس البلديه ديروا مقرات ديال احتياجات خاصه باش والديهم يرتاحوا شويه، ارتاحوا. انا تنسنى يرد علينا واحد السيد قلت لكم على واحد المقر، واش غادي يعطي الارض ولا ما يعطي شيء؟ ولا عطى الارض الله يكثر خيرك، ولا ما بغيتيش شي غتبين السبب، وانا عليك بالمرصاد. غادي ندوزو للجريمه الثانيه. الجريمه الثانيه اللي هي غادا في نفس السياق ديال هذا الشيء هذا. واحد البنت ولدت 2 وليدات، ولدت الاول والثاني. الدري الثاني خرج من ذوي احتياجات خاصه، عنده واحد الاعاقه. البنت كانت موظفه خدامه، من سوء الحظ امها ميته، ولكن عندها جدها باقا حيه، مسكينه مرضت وماتت. هذيك جدها ما سكناش معها، ساكنه في واحد المدينه بوحدها، وقالت لها شوفي انا غا بوحدي في الدار وما عندي حد وراك تشوفي. وداك جدها كانت خدامه وخلاو لها شويه ديال التقاعد، وانا بنتي عايشه وكذا وكذا. وهذيك البنت تتعاون جدها وتتصيفط لها لان راجلها لاباس عليه، وتتصيفط لها ديما ما مخليها من والو، وقالت لها اعطيني الوليد داك هذا نخليها ربيه، دابا هو مسكين عنده من ذوي احتياجات خاصه وما تيقدش يدير واحد الروض حدايا هنايا، دخلي الراجل نقابلوا لك بنتي وكذا وكذا وكذا. تم اتفاقوا على هذا، اتفاق الزوج ديالها، والزوج ديالها قال لها حنا راه كل اسبوع نجيو نشوفوه، وكل اسبوع نقول لك جيبي لنا نكونوا جالسين السبت والحد وكذا وكذا، وحنا تنعاونوك. عاوني ديك المرا مزيان حسب المعطيات اللي عندي، شراو لها حتى الفراش ديال الدار مزيان، فرشوا لها مزيان باش دير يعيش مزيان، وكان تيعطيوها كاع اللي تيخصها. الراجل هذا هو اللي تكلب هذه المهمه ديال يمشي في طوموبيلته، واخا مرتو خدامه هو خدام، هو اللي تيمشي يدي لها الماكله اللي خصها، يدي لها فراش، يدي لها كذا. شوف الدري الام مره في السيمانه، الام عندها واحد الوظيفه شويه مزيره اكثر من الاب، ولكن كانت الزياره ديما في الويكاند، السبت والحد، اما سبت اما حد، اما سبت اما حد. بعض المرات تينقزوا سبت وحد تيجيو على 15 يوم،
بعض المرات. واحد النهار جا واحد السيد، تعرف داك السيد تعرفو، صديق ديالو، جا له جاب ليه واحد الخبر، قال لي ودي بغيت نهضر معاك. قال لي ولدك داك اللي عنده احتياجات خاصه فينا هو؟ قال لي مع جداه. قال لي تعرف جداه؟ قال لي وراك تعرفها. قال لي مزيان. بعيده عليهم هي تقريبا، ما بغيتش نذكر المدينه، بعيده عليهم بواحد 50 او 60 كيلومتر مدينه اخرى. قال لي ودي راه شفت واحد المنظر ما عجبنيش. قال لي شنو هو؟ قال لي انا كنت دايز في ديك المدينه وشفت نسيبتك وولدك، شفتو في واحد الكروسه. قال لي وانا دايز وقفتني وقالت لي عاوني على هاد اليتيم، راه كذا وانا ما عندي شيء وانا جده وانا كذا وانا كذا. قال لي ودورت معها ما عرفتنيش وبقات غادا. قال لي وتبعتها واش قالتها لبزاف ديال الناس اللي تتوقف لهم تتسعاهم في القهاوي كذا تدور به، راه تتسعى بالدري. قلت ويلي، قال لي تنهضر معاك تتسعى بالدري وما شتيني ما شتك. قال لي بغيتي نمشي معاك نمشي معاك، بغيتي كذا كذا نمشيو بجوج، انت ما تقول والو لجوجتك، ما تقول حتى شي حاجه لهادي لهادي، لا دير التليفون تعلمها ولا دنيا زمان تسولها تقول تخرجي بالدري، ولكن بغيتك تشوف هادشي بعينيك. اتفقوا فعلا داكشي، ومشاو للمدينه اللي هي تما، حسوا على الدار شافوها مخرجه الدري وتبعوها وشافت تتسعى به، وقفت حدا واحد البلاصه واحد لاجونس بانكير واحد البنكه وجلست الدري وتتسعى به. واحد العساس كاين تما واحد كيشي اوتوماتيك ديال الفلوس، ديك الصندوق ديال السطر ديال الفلوس، واحد السيكوريتي واقف تما تهضر معاها وتتذكر معاها وكذا وكذا وكذا. هذاك الاب مطور قال داك صاحبو قال لي سير عندك سيكوريتي قول لي جي عندي الطوموبيل، هي ما شافتوش، قول لي واحد السيد بغى يهضر معاك. جا عنده ويخرج عنده ويقول لاباس بخير. قال لي بغيت نسولك الله يرحم باك، هذيك المراه واش ديما تجي تما؟ قال لي ديما تجي. ديما شحال تجي تما؟ عندنا داك الوليد مسكين عنده احتياجات خاصه مسكين، شوف كي يدير ما تيهضر ما تيتكلم، مسكين ديما تجي هنايا. اي امراه عندها المريضه ديالها التقاعد، عندها بنتها عطيها الوليد عطيه ليها وتعاونوها مزيان وما خاصها حتى شي حاجه. الاب كفر والاب طلع عليه الدم ديك الساعه، قال سيدي يلاه نمشيو للبوليس. عيط للبوليس، جاو البوليس قال لهم ودي هذه جدات مراتي، هذا ولدي وانا اش كاين دخلونا. صافي مشى دخلهم الكوميساريه، قال له السيده هذا باه، قالت لهم باه وانتي؟ قالت لهم انا جداتو. شحال تعطيك هذا السيد في الشهر؟ تعطيني قدا وقدا. اي واحد الماندا ديالها على 3 مرات تعطيها في الشهر. هو تيقول بانه تيجيب لك الماكلات، تيجيب لي يا سيدي هادشي اللي عطا الله، تيجيب لي، ولكن الدراري خصو بزاف د الحوايج، الدراري خصو ليكوش خصو كذا، ولكن هاد الفلوس تيعطيك فلوس باش عايشه انت قادينك ليكوش وليكوش تيجيب لك. وسيدي انا تندير، بقات غير تتخربق وهي تخلع، ويا البوليس تستعمل هاد الدري في الشارع وتدي. قالت لها سيدي انا بخبار امو، وانا تنجمع به فلوس، ماشي ما تنجمعش فيه فلوس، وانا تجي عندي راه ماشي فابور، تجي من عندي تنعطيها، مره نعطيها 20,000، مره نعطيها 30,000، مره نعطيها 15,000 تنعطيها، انا دابا نديها لها. هنا تيقول الضابط المسؤول في هاد لافير، جابوا الام ديال الولد جابوها وحطوها امام امر واقع، وتيقول هاد المراه تعطيك. قالت انا في خباري انا تتسعى به، انا حصلت تتسعى به، وقلت دبر راسها خليها تتعاون به، في خبارها بان تتسعى به وتتقول دبر راسها، ولكن انا ما تعطينيش. الجده ولا تتقول الحفيده تتقول تنعطيك شحال عطيك ديك النهار؟ عطيتك 20، والنهار جيتي قلت لي عيطتي لي قلت لي وجدي لي 30 ما وجداش لك وكذا وكذا، تتعيطها بالبورطابل، والمراه تجاوب بالبورطابل وتتقول لها شوفي وجدي لي هاد السيمانه 20 باغياها، وجدي لي 30 باغياها.
والناس كانت يشوفوا ديك المراه نقيه في وجهها في النم ديالها، والدري نقيقي كانت يحنوا عليها، تيقول هذه بصح، هذه ماشي شي وحده، هذه بصح مسكينه، هذا الوليد ما عندوش كذا كذا كذا، تتعرف تهضر تيحنوا عليها، وكانت تدبر لانها تعطيها مره، تعطيها 20 مره 30 في الاسبوع، لانها تبقى تصور 20 في النهار. وانا لقيت امراه قلت لكم واحد النهار كوي ولا تتساوى وليدي، وفي الفارماسيا لقيتها في الفارماسيا تعطيه فلوس، وقلت لي شحال قال لي تعطينا السوان تنبغيهم، قلت له شاطر، قال لي تعطينا 60 فرانك ولا 70 فرانك، هذه مرة بوحدها فلوس تيجمعوا فلوس صحيحة تيجمعوا. بحالنا الناس كرماء المغاربه تيعطيو، ولكن ما تيخموش لما تيعطيو صافي وصاتو تيعطيو. وكانت دخلت تعيط لها بالتليفون، دخلت تجبها قالت لها تعيطي لي تقول لي واش دير لي 30 واش كنا زوجتك 40 واش كذا، وقال لي بانه الضابط قال لي بان ديك الشارفه كانت تهضر بصح ومأطاك هذيك البنت، الاخرى تدور في عينيها. قالت لهم انا عارفه كانت تخرج بيه، قلت خليها تعاون راسها. الام تقول على جدها خليها تخرج بالدري، تقدموا المحكمه، تحكمت الشارفه بالحبس، وتحكمت الام ديال الولد بالحبس، والراجل طلق وطلقها وخلى لها ذاك الدري. قال لهم ديروا بيني، انا ما بقيتش نتحملوا، انا قد ندير هذا الصحيح ما بقيتش نتحملوا، يلا الا بغيتي وخلي لك دابا، خليه لك. وبقى الدري في الشد والرد عند المحكمه، طلع هبط حتى خرجت ليه النفقه ديال ذاك الدري. قال له خليه عندك والنفقه ديالو، انا كنت كندير ليه انا ندي ولدي، ما نطلقش منه، ولدي نزورو نجي نشوفو نجي كل شيء ونجي نطلع عليه، ولا سعيتو به انا عارف اش غندير. شوف هذا كيما تنهضر انا الناس اللي تيحتقروا ذوي الاحتياجات الخاصه وتستغلوا ذوي الاحتياجات الخاصه، كما قلت لكم في الحلقه الاولى، كما قلت لكم في الحلقه الثانيه. وانا تعاطي اهميه من ناحيه الاحسان اللهم لك الحمد للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، وتنظر لهذه الجمعيات وتنشوفهم وتعجبني نطلع عليهم ونجلس مع ذوك الاولاد ونضحك معاهم، نعطيهم شي حاجه كذا. هادشي بيني وبين ربي، وانا تنبغيهم ذوي الاحتياجات الخاصه اللي هنا قدامنا بشهاده عينينا تنشوفهم في الصدقه تيستغلوهم، حنا قدامنا تيستغلوهم، الدراري الصغار. جريمه قدام دايزه، واحد كتافو قدام قداش، واحد صحيح قدام قداش، وجار دري صغير دار كل مسكين جارو، ولا جار دري بكروسه ولا كذا، قدامنا تنشوفوهم. نتمنى من الله المخزن يفيق هذه القضيه هذه، ونكثروا في كل مدينه كبيره ولا صغيره ولا قريه يكون مركز ديال ذوي الاحتياجات الخاصه، يكون مركز ديال ذوي الاحتياجات الخاصه، وتوقف به عليه المبادره الوطنيه، وقفوا عليه المحسنين ونحيدوهم من الشارع. وهنا راه كما قلت كاين جمعيات بغاو غير الارض، غير مساحه الارض فين يبنيو، ودوك الناس مسؤولين تيقولوا من بعد. نتمنى من الله الحلقه تعجبكم، والى حلقه قادمه ان شاء الله. حلقه جديده تتعلق بالجريمه. واحد النهار واحد البنت من عندها تقريبا في عمرها 16 عام تقريبا، لقاوها معلقه في واحد الشجره خارجه شويه على داك الدوار فين ساكنين، معلقه من عنقها، معلقه ميته. شافها شي حد، خبر رجال الامن، جاو لعين المكان، داروا المعاينه ديالهم، تلقاو ديك البنت من هنا عندها واحد الجرح كبير في عنقها من هنا، ومعلقه بديك القنبه، وداك الجرح سايل لها الدم بزاف عليها. هنا وقع كما قال لي السيد اللي حضر في عين المكان، قال لي وقع واحد الخلاف بيناتنا، اي بين رجال الامن اللي مشاو لعين المكان ديال المعاينه، شي تيقول مقتوله، شي تيقول لا راه القنبه شنقتها، القنبه علقتها، اي ان هاد البنت وحدين تيقولوا انتحرت، ديال واحد القنبه في عنقها معلقه في شجره. كيفاش تعلقات؟ واش هي علقات راسها؟ لا، يمكن دارت القنبه وفوق شجره ونقزات وبقات مشدوده كما تيديروا الناس تينتحروا. وقع فيها شويه ديال الغموض هذيك القضيه ديال الموت ديالها. الطبيب الشرعي لما داوها المكتب الصحي او مستودع الاموات، الطبيب الشرعي تيقول في الاوتوبسي لما دار لها تشريح، تيقول هاد البنت مقتوله لان الضربه اللي في العنق ديالها
شاده من الصدغ الى العنق، هذه ماشي ضربه، هذه ماشي القنبه جرحتها. وهنا تنقولوا كاين بعض الناس اللي تينتحروا القنبه تجرحهم. حضرنا من بعض الناس اللي كتب عليهم انتحروا والقنبه جرحتهم، دارت فيهم جروح. تصنت واحد المره الواحد السيد تيهضر على واحد من الحكومه ديال صدام حسين، بلا ما نذكروا سميتو الله يرحمه، تيقولوا تحكم بالاعدام، من الناس يتحكموا بالاعدام كما تحكم صدام واليه اللي كانوا معاه، وتا هذا تحكم بالاعدام، كان راجل قوي كان راجل غليظ. وتيقولوا بانه لما تهدم ديك القنبه قطعت ليه راسو، اي انه بقى مشدود غير من واحد الجهه، ذبحاتو ديك القنبه وبقى مذبوح تماما، الراس ديالو غيطيح اللور، اي كانت غتقطع ليه راسو. الله يستر. ان القنبه تخد الا كان العلو وكان البوا، لا كان العلو وكانت القنبه صحيحه وكان الثقل ديال الجسد تيقد يدير شي حاجه خطيره فتقطع هذا الشرايين القداميه وداك الشيء. شفنا بعض الحالات بحال هكا الله يحفظها. واقبح ما يمكن يدير الانسان في حياته، اقبح ما يمكن يدير ما تبقى الكلام مع الله ولا مع العبد، اي ما تيبقى حتى واحد يبغيه لا في الدار لا في ديك الدار، لانه انسان تيقول الله سبحانه وتعالى، الله اللي تيقول امرنا بالصبر من تطيحوا المشاكل ديالنا، وعليكم بالصبر وعليكم بالصبر، والنبي يهضر في الاحاديث ديالو على الصبر. هذوك الناس تيقولوا ما قادرينش يصبروا، تيرخوا لواحد الحد ديال المشاكل ديالهم، وتيقولوا كانهم تيقولوا الله سبحانه وتعالى هاك الروح ديالك، هذا الروح اللي نفختي فيا، وهذا الروح اللي عطيتيني، وهذا الروح اللي عطيتيني يا ربي ما بقى عندي ما ندير بها، هكا سيدي هكا سيدي ديالك. تيقولوا هاد البنت اللي لقاو انتحرات تيقولوا لا مقتوله، الطبيب الشرعي اكد بان البنت مقتوله، لان الضربه اللي فيها في العنق ديالها غارقه، اي انه باداه حاده سواء جنويه او موس او خنجر اللي ضربها دخل الضربه لداخل ودار القنبه من تما. يمكن هو في راسو نقتلها ونعلقها غيقولوا انتحرات، استوبي فين صافي وقفات القضيه. المعاينه ديال الشرطه اكدت رغم الخلاف اللي وقع بعين المكان اثناء المعاينه من بعض اطراف العناصر ديال التشخيص القضائي اللي جو، ماشي تشخيص قضائي، حنا نسميو تشخيص قضائي، تشخيص قضائي ماشي مصلحه الجريمه، تشخيص قضائي اللي جو لعين المكان قبل ما يتبدل الاسم، لان من تبدل هذا الاسم ديال التشخيص القضائي وكذا راه تبدلوا بزاف ديال الحوايج ودخلوا بزاف ديال المعطيات ودخلت واحد الخبره دخلت شي بزاف. لان الاول كان انا تلقيت واحد العميد ممتاز تلقيته جديده بالابواب مفتوحه وقال لي السي خراز تهضر على مسرح الجريمه وتقول تشخيص قضائي، مسرح الجريمه ديك الساعه كان غير تشخيص قضائي، وقال لي لا راه دابا حتى التشخيص القضائي راه ولينا مجهدين بزاف وتنوازيو وغاديين مع في اتجاه واحد ديال مسرح الجريمه، راه ولينا مجهدين بزاف، لا في البصمه لا في هذا لا في الشعر لا في كذا لا في الاديان لا في كذا لا في كذا. انا ما عرفتش هذا الشيء في حياتي في العمل ديالي، ولكن حنا كان عندنا تشخيص القضائي محصور، عندنا يلا في البصمه كذا شي حاجه بحال هكا للاسف. والحمد لله اليوم حنا ما نتاسفوش على ما مضى، الحمد لله اليوم ما بقاش مشكل الجثه في واحد البلاصه مرميه في الخلا باش يعرفوا مولاها ويعرفوا شكون اللي هذا والبصمه اللي عليها وشكون اللي قتل والدين وكذا. الحمد لله. بون هاد البنت تبين بانها مقتوله، اتفق عليها العلماء كما تيقولوا في الضينه. شكون اللي قتل البنت اللي عندها 16 عام مرميه؟ شكون هي هاد البنت؟ هاد البنت تعرفوا على والديها. شكون هما والديها؟ كانوا واحد الناس عزابه جاو وحطوا الرحيل ديالهم بجنب داك الدوار. عزابه، تعرفوا العزابه هما اللي تيتحولوا اللي متبعين اماكن الرعي، وهاد العزابه راه عندنا في المغرب وكاينين في الصحراء وكاينين في افريقيا وكاينين في ميريكان، هما تما عندهم كل عزابه في شكل،
امريكا راه عندهم تا هما ناس اللي تينتقلوا بالبقر من هذا الجيل هذا الجيل هذا الجيل هذا الجيل. اوروبا كاين ناس اللي تينتقلوا بحيوان ديالهم تابعين للمراعي من هذا الجيل لهذا الجيل، غير حسب امكانيات ديالهم مختلفه، كل واحد الامكانيات ديالهم كيفاش دايره. العزابه اللي عندنا حنا في المغرب تنشوفوهم بعض المرات لكننا مسافرين للجنوب، ولكننا مسافرين نواحي الازلال وداك الشيء تلقاو بعض العزابه تما. كاينين الناس عزابه تينتقلوا رحال، ناس رحال راهم كاينين في افريقيا في الصحراء الكبرى، كاينين تينتقلوا من جهه لجهه في الصحراء ديالنا في موريتانيا، تينتقلوا من جهه لجهه، اي انهم تيتبعوا الاماكن ديال الرعي ديال البهائم ديالهم، الاماكن ديال الرعي. والغريب في الامر ما كاينش غير في البهائم، كاين حتى في النحل بعض المرات تشوفوا النحل شي طوموبيل شي بيكو بهز هذوك الصناديق ديال النحل في الليل، حيت النحل ممنوع الا كان النحل في الصناديق باش تسافر به في النهار، لا حيت تيكون فايق، خصو تا هو تيكون في الليل الناس تيسدوا عليه وداكشي تيديو من جهه اي تيبدلوا ليه المكان ديال الرعي ديالو. مثلا حنا في واحد المنطقه كاين الجفاف، ما كاينش الربيع، ما كاينش النوار، ما كاينش داكشي، تنهزو تنديوه واحد البلاصه باقي كاين فيها النوار، كاين فيها داكشي اللي بغينا اللي غيعيش به. حتى هاد البهائم تنتقلوا لا مثلا الغنم ولا الجمال ولا البقر ولا داكشي، كاين الناس اللي عندهم واحد الكميه كبيره بزاف تنتقلوا بها تيتسموا العزابه. هاد العزابه تيجيو راكم تشوفهم تيديروا غير قياطن فين تيعيشوا هما وتسكنوا، وبهائمهم تينعسوا قدامهم، تيديوهم تيجيبوهم في داك المرعى وتيتحولوا عاوتاني الماء، انه مثلا تيكون جفاف ديك المنطقه ما كاينش راه تيتحولوا لواحد الجهه عاديين. قالوا عندنا ولا تنعقل فاش كنا في الصغر ديالنا كنا تنمشيو عندهم، تيجيو في الغابه في واحد الجهه في الغابه وتيجيو تما وتيديروا القياطن ديالهم، عندهم كلاب ديالهم، عندهم داكشي ديالهم، عندهم ولادهم صغار داكشي والعيالات تيطيبوا داكشي. وكنا تنمشيو عندهم وتنبقاو نطلبوا الوالدين ديالنا، تنقولوا الوالد عزني لنا شي خبزه غادي نمشيو عند دوك العزابه نشوفوهم حنا صغار، او تنديرهم السكر وتنمشيو تنبقاو غاديين حنا مثلا 10 ولا 12 ديال الدراري تنسلموا عليهم لاباس بخير، تنبقاو نشوفوهم نشوفوا ولادهم، تندخلوا للكيطون تنقول لهم هاكو داكشي، تنبقاو جالسين معاهم شويه وتنشوفوا دوك الحواله الصغار ديالهم بوحدهم مشاش معاهم مواتهم، وتنشوفوا عندهم الجمل جابوه ناس غرباء تيبانوا لنا تما من العام للعام متى تكون الشتاء وداكشي، وعاوتاني تيغيبوا بحال النهار تيمشيو. هادو هما العزابه رحال ينتقلون ببهائمهم باحثين عن الرعي، هذا هو المختصر ديال الكلمه. الا هادوك الناس كانوا تما جاو عزابه وكانت عندهم هذه البنيه اللي تعرفوا عليها من خلال معينه، تعرف عليها من طرف الناس، تعرفوا على العائله ديالها. العائله ديالها اش تيقولوا ودي حنا جينا هنايا قرب لها الدوار وطلقنا بهايم هنا ترعاهم، وبنتنا سيدي بنتنا تعرفت مع شي بنات هنا ديال الدوار ومشات تخدم تتعلم الزرابي. اليوم الحمد لله بكري دوك العزابه كانوا مساكن هما عايشين تابعين البهايم ديالهم، ولادهم تيمشيو معاهم ما تيقراو ما والو ما حتى شي حاجه هكا كانوا. اما دابا الحمد لله رغم انهم يروحوا من هذه الجهه للجهه، كاين مدارس اللي كاينه في القرى وفي داك الشيء تيمشيو لاولادهم تيتعلموا يقراو تيتعلموا بعدا تيتفقهوا شويه. هاد البنت هذه تعرفت مع شي بنات ودوك البنات داوها تخدم معاهم في الزرابي. الوقت اللي كان ديك الحمله في المغرب ديال الزرابي الزربيه المغربيه من يلاه بانت وتشهرات وتطلبها اوروبا كانت تطلبها، وكثروا عندنا المعامل لا في المدن لا في القرى. هاد البنت هذه مشات تخدم في الزرابي، عرفوها البنات ديال الزرابي خدام معاها تيعرفوها، تجي تخدم معاهم وفي العشيه تمشي في حالها وتتمشي للدار ديالهم او ديك الخيمه ديالهم فين ساكنين. تعرفت مع البنات وكانت هاد البنت زوينه بزاف حسب الحكايه اللي تنعاود لكم، حسب الناس اللي عرفوها زوينه بزاف. وكانوا دوك البنات في المعمل ديال تيبغيوها، وكل وحده تدير دارهم مره، هذه تدير دارهم، هذه تدير دارهم، هذه تدير دارهم، هذه تدير دارهم، حتى انها كانت تيجيو عند والديها يطلبوا منهم باش يسمحوا لها تبات معاهم. وكانت تثبت مثلا اليوم مشات مع هذه تثبت معها مثلا يومين ترجع للخدمه تمشي لها عاوتاني تيديوها تيحنوا عليها وتيبغيو تيديوها دوك البنات كل جهه وهذا وهذا وهذا. إذا هادشي اللي وقع لهاد البنت وهي صغيرة، وهي نيتها مسكينة، نيتها ما مربية شايفة في التخربيق والتحرميات ما تعرف والو، دارهم رحال. تحت لها الفرصة لما جاو سكنوا حدا داك الدوار، تحت لها أول مرة الفرصة باش تخرج تخدم في الزرابي.
دخلنا فليسات والحالة هذاك عارفين اش ما قلت له ودي علقها. شكون؟ بقى البحث ساري، البحث ما وصل حتى شي حاجه. شكون اللي ديك البنت؟ الله اعلم. شكون اللي علقها؟ الله اعلم. اش دار ديك البنت؟ الله اعلم. هنا البحث تيحبس. وفي جرائم القتل الحاجه اللي تتكرفص او تتعذب او تتغص الحياه العمليه ديال البوليس وديال الدرك هي متى تكون تخدم لواحد القضيه ديال واحد الجريمه تتبان لك باينه، تقول باينه، تقول هذه بنت معلقه مقتوله بجنب الدوار ساهله، كان غير هاد مالين الدوار اللي كاينين ما كاين حتى شي حد اخر. تتبان لك في البدايه الاولى في البحث ديالك الاول بانه راه قريب ماشي بعيد، وفي الاخر تتبان لك بانه بعيد. وتقد بعض المرات تلقى واحد جثه في الخلا مربيه ما عرفها حتى شي واحد، وتقول هاد البحث عمرنا ما غنلقاوه، وتتبحث وتجتهد وتتلقى مولاه. وبعد ما تقول تلقى في دار، بعض المرات وحده مقتول في دار تقول لا صافي قريب ليا وما كاينش. هاد البنت قلبوا لقاو بانه ما كاين حتى شي واحد اللي عطى شي حاجه. بقاو تيستمعوا دوك البنات اللي خدامين معاها. اولا واش عندها علاقه بشي ولد؟ واش ولا تيدوزوا لك بنات وحده بوحده. هادي تقول من ديتها نهار فلان فلاني، هادي مشات معايا واحد النهار، هادي كذا كذا، هذا مشينا معاها ديك الخيمه ديالهم، كنا حنا اجتمعنا 3 البنات ومشينا عندهم، انا كذا 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 كذا. ولكن داكشي ما عطا والو للاسف تلقى جريمه ديال بنت عندها 16 عام مقتوله. انا ما بقاوش نهضروا لا معلقه ولا منتحره، مقتوله، بنت بريئه، بنت ما عرفت جيران، ما عرفت ناس، ما عرفت مدرسه، ما عرفت والو، ساكنه مسكينه في واحد الخيمه مع والديها الرحالين تيدوا البهيم من هنا لهنا، تلقاها ميته مقتوله. وشكون مولها دفع على هادي؟ ما عرفوهاش البوليس والو، ما عرفوهاش. اذا قطع حكمه الله كما كنت نقولوا. كنا قلنا في لابيجي تنوحلو تنقول له ودي خلي ربي دابا يحصلو، شي الا قالنا اش غدير؟ شي واحد ما تلقاو والله العزيز عند الله يحصلو، تدخل شي كره من الجناب تيجيب فيها الله التيسير. خرجت واحد الكره من الجناب كما نقول لكم وجاب الله التيسير. شنو هي هاد الخرجه هادي اللي دار الله سبحانه وتعالى وجاب فيها الله التيسير والعزيز عند الله؟ هاد البنت كانت اول بنت تعرفت معها في ذاك الدوار، هي واحد البنت معلمه. حنا مثلا تيكونوا البنات في المنجج تيخدموا الزرابي، وسط البنات تيكونوا المعلمات اللي باقا بعد نفس العتق ديال المعلم تلقى واحد تيخدم النحاس مثلا عنده 6 الخدامه، ولكن بيناتهم شي 2 معلمين. الدراري تيقول الاخر المعلم في جميع الصناعات التقليديه. حتى في الزرابي البنات تيخدموا في المنجج، كاين مثلا 6 في المنجج لما تيكون الرقم مثلا تيخدموا داك التسويق ديال الزربيه تيكون فيها الخدمه بزاف، وتتكون المعلمه. هذه المعلمه تكون خدامه معاهم نفس الخدمه، ولكن مره ما تطلع على شي وحده، شحال درتي تما؟ شنو عندك تما؟ شنو درتي؟ اولين تسيبي حيدي عقده تما ديري. انا شفتهم تيخدموا. انا كانت عندنا الزربيه في الدار، كانت واحد اختي في الصناعه التقليديه وهي دير واحد المنجج في الدار. قدر كانت عندنا صغيره خداو واحد القندر في منجج، وكانت تجيب البنات شي 3 البنات تخدم زربيه راسها غتبيع على راسها، وكانت تخدم وكانت نشوفها تخدم مع تنقصجو، وكل مره تقول نشوف اش درتي تما، بارك على الاحمر ديري كذا كذا. كانت الخدمه وتيتعلموا. كانت هاد البنت معلمه وهي اللي ولات تعرفت مع ديك البنت. كان واحد اللقاء ديال مغاه هكا، مشات واحد المره حدا دوك الخيام تما كانوا خرجوا داو هي وصحاباتها اتاي وداك الشيء، وهذا خرجوا لك الخرجه ديال نزهه وشافوا داك هذا وتعرفوا مع ديك البنت وجابتها وقالت للوالده علاش ما تعلموا الزرابي، وجابتها ودخلت خدمات. هنا بدات ديك المسيره ديالها، اي الخدمه وتزور البنات وتعرف مع البنات وتمشي كما قلت لكم في الاول. وديك البنت هي الاولى اللي كانت تبات عندها، وهي الاولى اللي كانت مره تتبات عندها. هاد البنت كان عندها واحد خوها عامل تيخدم بريكولور، تيخدم هنا هذه الشركه يخدم معها دري فات 18 عام، عنده واحد 24 عام، تيخدم هذا وتيضرب وكذا. خدم هاد الدري مع واحد الشركه، وديك الشركه ولات تتنقل ما بين المدن اللي قريبه للدوار ديالهم، بحال نقول مثلا في تيفلت، ولا تيمشيو للخميسات، ولا تيمشيو لمكناس ويرجعوا، ولا تيمشيو هنا ورجعوا كذا. طاحت واحد المره هاد البنت لقاها في دارهم مع اختو،
هضر معاها اختو معاها، قال لي هاد البنت كذا، قالت لي هاد البنت راه زرابي وكذا وطاطا وطاطا وطاطا. هاد الولد كانوا ضرهم تيقول خصك تشوف شي بنت الناس، خصك تتزوج وتبقى هكا ضارب تماره هكاك، خصك تتزوج وكذا وكذا. كانت عنده فكره باش يتزوج. دوك العائلات اللي من تيتزوجوا تيسكنوا مع ديورهم، حتى هو كان عنده فكره يتزوج غير يسكن مع دارهم. شاف ديك البنت عجباتو ديك البنت، وهنا قال لاختو انا بغيت نتزوج بها، موليها ليها وهضري مع با وهضري مع داكشي، انا بغيت نتزوج بها. البنت هذيك قالتها ليها، قالت لها خويا بغيت نتزوجك. البنت ربما مسكينه عندها 16 عام ما فراسهاش هذا الزواج هذا، ولكن قبلاتو. شافت ان من غتزوج، شافت حياه الاخرين، شافت غتحيد من داك الكيطون اللي ساكن في ديك الخيمه اللي تيدوروا بها هزه با ودوك البهايم وديك التماره كحله. شافت بانها غتولي في الدار تتحل الماء الروبيني، تيهبط الماء الروبيني، التلفزيون ديما خدام، تدير الضو تتشعل الضو، ماشي ديك اللامبه ديال الغاز اللي ليه. شافت التماره غتحيد من التماره، غتحيد من التماره. هنا نقول لكم واحد القضيه. واحد مره في العروبيه عند شي خوالاتي مشيت عندهم، وواحد البنت تزوجت في المدينه، بنت العروبيه تزوجت في المدينه، جا شي واحد طبعا وداها للمدينه. والماكله تنهضروا قالت لي امها والله امها بدا ولدي تمشي للمدينه وتزوج بعدا تما رجل نقيه وليد نقيه، رجل نقيه وليد نقيه، اي انه المراه ديال المدينه ماشي هي ديال العروبيه. العروبيه مسكينه راه تخدم حفيانه مركبه داك الدري تحلب دير هذه تز طيب كذا كذا، دا يد نقيه ورجل نقيه ماشي بحال يد. واش فهمتوني؟ انها غتكون غير في دار محاطه بها، ما كاين لا بايم غير ما كاين حلب ما كاين بم ما كاين دير ما كاين فعل. وحنا تنحيي العيالات ديال العروبيه، تنحيي العيالات ديال العروبيه بزاف لانهم تيخدموا بزاف 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 بزاف. ولسوء الحظ الرجال في العروبيه اغلبيه ما تيعاونوش عيالاتهم وما تيساعدوش عيالاتهم، ما تيضربوش من الحساب. تعرف هو يمشي يخدم ويجي لا في فلاحه ولا في شي عمل ويجي ويلقى كل شيء موجود، مخلي لها بقره تتحلبهم وتتعلفهم، مخلي لها دري مركبه على ظهرها تيعوج لها، مخلي لها مسكينه طيب ترس العواد بيديها وطيب، مخلي لها تصبن تمر الكحله. عاد بدات دابا الناس بدات شويه في البوادي ولا تعطي قيمه للمراه اللي خصها قيمه باقي ما وصلتش القيمه ديالها حسب ذاك العذاب اللي تتعذبوا العيالات في العروبيه، سيرتو الرجال اللي ما تيدوش في عيالاتهم، بحال داك النوع اللي تياكل في الزنقه، تياكل هو اللي بغاو يجي كاتب عليهم جوج خبزات والنعناع هزو في يدو، بحال داك اللي تيجي تيدخل ارجع كان شي غدا ماري هنايا ما تضرب لا حسب لا تمرتها ما تولى مرجك ولا هكا من حالتك ولا هكا او يسعدها او كذا او كذا او كذا الا ما تيبغى الغرض. هاد البنت مسكينه كانت تشوف هاد الافكار وتدور بيان سور تدور في بانها غتعيش في الدار، من غتزوج غتعيش في الدار، الناس على ناموسيه كذا كما تشوف ديك المدة كما كانت تنعسوا عندهم تتحس بالراحه، ماشي بحال داك الفراش في الارض. الماء كيما قلت لكم موجود موجود، الماكله كاينه ماشي ماكله ديال وكل نهار رزقوا كاينه غادي ياكلوا، تيديو معاهم الحمام تشوف شنو الحمام. شافت حياه اخرى والما سمعت داك الولد بغاها وداك الشيء عطات راسها كلها لداك الولد. هذاك الولد ما بقاش كما كان حسب المعطيات اللي خداو الناس ديال الامن والحياه ديالو كيفاش كانت، استماع لمو استماع لختو استماع لعائلته، ما بقاش غير خاوي الدار يجي من الخدمه خاوي الدار، لا ولا معمر الدار ولا تيقول لختو خليها تبات عندنا خليها تجي عندنا خليها تجلس عندنا ديما 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 ديما. البنت دار لها في راسها بانه غادي تتزوج بها. البنت قالتها لامها، ما هضرت مع خو داك الولد، اخذت داك الولد المعلمه قالت لي هذا الشيء خليه تبع عفاك مستور، خويا راه غيتزوج بها خليه تيوجد راسو. المراه ربما ما قالتش الراجل هذه الافكار هذه، بعض الراجل عندهم شويه الانافه وكذا، يقول لها مع البنت صيفطنا حنا تخدم صيفطنا تتزوج، ولا يقول شي هضره بحال هكا، او يكون عنده في عقله واحد النهار يرجع لبلادو الاصل تما غيتزوجها ولا شي حاجه الله اعلم. بقى هادشي مستور، بقات البنت تجي
البنت بقات تجي بقات غادا الاخرى مخليها بديك الطريقه اللي كانت غادا بها، ما بغاتش تعيق، ولا تتخليها تجي وتمشي مع بنت اخرى تناس معها، وتمشي مع دي تناس معها، وتغطى عند هذه وكنت يضيفوها تمشي عند دارهم في العشيه. ولكن اغلب الوقت كانت انت تلقى شي خويا تقول له دوزي اليوم في العشيه هبطي معايا، ولا داركم غدا ما غنجيش غتباتي عندنا. لان البنت بغات تقرب خوها ليها، لان قالوا للبنت بان فكره ديال الزواج، والبنت ولات شاده في هذيك وبقات جايه. هذاك الولد قال هاد الهضره لواحد صاحبو، قال لي ودي واحد البنت تدي الزرابي وتجي عندنا للدار، ها كيفاش وعجبتني وكذا 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 وبغيت نتزوج بها وهذه وهذه وهذه. هذاك الولد صاحبو كان هو لابواط نوار ديالو، كلشي تيقولوا ليه، قال لي ونشوفها. جا واحد النهار معاه وهي تما وشاف هذاك الولد وجلسوا معاه. لما خرج تيقول الولد، هذا الولد تيقول انا مشتها عجبتني انا بزاف، قلت لها ودي هاد البنت راه ديال الزواج ما تفلتهاش، عندك ديال مازال قدام ولقات الخير وداك الشيء، غتكون عندك واحد المراه كذا كذا كذا. عاود لصاحبو هاد القصه هادي وعاودها ليه. الاخر شكر ليه البنت بزاف، جاد خلاه يشد ديك البنت بالمعقول. كان عنده علاقه مع داك صاحبو، العلاقه كانت رابطهم اولا الصداقه، ثاني البليه، كانوا مرات يشربوا بجوج تيكميو بجوج، السر ديال هذا عند هذا والسر ديال هذا عند هذا. واحد النهار ديك البنت قالت الاخت ديال الراجل ديال داك الولد، قالت لي اخوك راه البارح قال لي غادي تخرجي معايا وتمشي معايا، شوفي كي تسلتي وكذا، وحيت هو غيتزوج بها راه مشيت معاه، واش وقع اي انه داها داك السكن ديال صاحبو الخاص به، داها لتما، وتما وقع ما وقع، ان البنت لم تصبح بكرا. البنت هضرت مع خوها قالت لها اش وقع انت؟ قال لها المهم غنتزوجها صافي، اللي وقع انا غنتزوج بها. حنا ولينا في هضره اخرى. اذا من وقع هذا الواقع طريق بانت ليه هو ولا تعاشر البنت معاشرة الزوج لزوجته، حتى في دارهم اخته لا تتغمض عينيها تقول راه يتزوج بها ماشي شغلنا، من تلقى الوقت الفراغ تلقى تتاح ليه الفرصه تيدير اللي بغا. هادشي تكرر حتى لواحد المره البنت قالت لاختو راه تنحس انا عندي شي حاجه، في كرشي ولا كذا 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 كذا. البنت داتها لعند واحد صاحبتها في لافارماسي، داتها تما وهي معاها، وداتها وقالت لي صالح ديك الفارماسي، قالت لها اختي راه شو وقع لخويا مع هاد البنت كذا كذا، دابا بغينا نعرفوا، تقول لك هي تحس بشي حاجه ربما ما جاوهاش هذا، ما نبقاوش نهضروا شي هضره، كاين الدراري تيتصنتوا داكشي، البنت ربما حامله وداكشي. هذيك السيده عطاتها واحد الكينات تقول لها شوفي جربي هادو، شوف مثلا شنو غيديروا كذا كذا. هذاك الوقت اللي دايز من تما هو صاحب داك الولد، دا شاف اختو مع هذيك في الفارماسي وشافهم خارجين شي دواء. لما هذاك تلاقى معاه في العشيه قال لي قول لي عرفت اختك مع ديك البنت في لافارماسي، واش انتم خارجين هازين شي دواء؟ ما اختك مريضه ولا الاخرى مريضه؟ قال لي اختي ما قالت لي والو من هذا الشيء هذا. قال لي بصح، قال لي المهم سول انا، المهم شفتهم خارجين، انا شفتهم خارجين. هذاك جا عند اختو قالت ليه، قال لي شنو وقع؟ قالت لي اش وقع تنحسن منك ولا نقول لك البنت ربما راه حامله، اوا خصك تشوف شي حل ديروا لها. وزرب دابا نهضروا، قال لي ولكن دابا العمر ديالها راه سولت ما يعطوناش العمر ديالها باش يدونا الكاغيط، سنة بعدا ديرها 18 عام ونديروا داكشي اللي كاين قالت له البنت دابا شنو نديروا في هذه الحاله هذه؟ ها هي البنت بانت بانها حامله عندها دابا 3 شهور ولا 4 شهور، كي غنديروا؟ نديروا شي مصيبه. الاخر راسو داخ
وقال لها انا جاتني الخدمه دابا والخدمه جاتني بعيده، تمشي كان تيمشي شي مدينه تما تيمشي ويجي، والخدمه دابا وجدات عندنا وكذا. قالت لي شوف انت زرب عافاك دير شي حل لراسك. اختو تقول تسرح ديالها، قالت لي دير شي حل لراسك. قال لها ما تقولي حتى حاجه، صافي خليني نتصرف، ما تقولي لا امي ولا با مريض وكذا، ما تقولي والو. قالت لي مصطفى انا ما غنقول والو ولكن نتصرف. فعلا مشات يخدم في واحد المدينه، ولا تيجي من السيمانه للسيمانه، بعض المرات تيجي شي 10 ايام عاد تيجي. في هذاك الوقت اللي بقى تيمشي ويجي، البنت تصابت معلقه ومقتوله في شجره. البحث لما بقى هذا البحث غادي في الطريق، وصل لهذه القضيه هذه البحث، هنا اللي خرج من القضيه واللي قال الهضره واللي تكلم واللي صرح للبوليس هو صاحبه. صاحبه تيقول في التصريحات ديالو انه السيد صاحبي وديما تعرفوا فوقاش يخدم وفوقاش ترجع، فوقاش يخدم وفوقاش ترجع. صاحبي قلت لي انا خارج من الفارماسيان شوفهم مالهم، انا ما قالش لي ما عاودش هضر معايا في هذا الموضوع، ما قالش لي راه اختي مريضه ولا هذا مريضه، بغيت نهضر معاه قال لي صافي نسى علي هذا الموضوع، بقى جبدوا لي صافي، بقى جبد لي هذا الموضوع، خليها صافي الصلاه والنبي انا انسان نتزوج بها. ولكن ما خبروش بانه ما قالش لي الصراحه، ما عاودش لي قال ما عمرو عاود لي هذا الشيء هذا. ولكن الليله اللي البنت صبحت معلقه فيها قال لهم انا جا عندي ديك الليله، انا جا عندي وجلست معايا وشربت انا وياه وبات معايا وما لفتش يبات معايا. ديك الليله قال لي غنبات معاك، وكان في واحد الحاله حاله مهلوكه، ولكن من خلال هضرته شكيت فيه انايا. لما الصباح بانت الجثه شكيت فيه لانه ما بيتش تيبات معايا، وجا ديك اللي بات معايا وجاب هو الشراب تيشرب معايا، وكان في واحد الحاله مرتبك كثيرا ما تفهمش هذاك السيد، وبات معايا تيشخر بالكامل، وصبحنا بكري ومشى الخدمه ديالو. لأنه هو عيطوا عليه باش يسولوه وكذا 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 كذا الهضره. اختو تقول نحنا ما جاش ديك الليله عندنا، ما جاش والبنت ما باتش عندنا، البنت ما باتش عندنا، البنت ما باتش عندهم. وخوها جا من الخدمه داز عند صاحبه، جا من الخدمه وفي الليل جا عند صاحبه، اي ما جاش. وقال ليه كما تيقول الصاحب تيقول، وقال لي شوف انا شي هاد الليله انا ما مشيتش للدار، انا نقصر معاك ونشرب الصباح نمشي للخدمه. ما تقولش للعائله جيت انا للدار ولا شي حاجه، تلاقيت اختي وحشه ولا ما جاش ولا باقي ما جاش، انا حتى نهار السبت وغنجي صافي. قال لي صافي ما تقولش يوم جيت، انا جيت غنقصر معاك وداك الشيء. قال لهم هادشي ما عجبنيش، هادشي ولات الشبهه ولا داك السيد مشكوك فيه. جابوه تيبحثوا معاه. ديك الليله جيتي مشيت عند صاحبك ديالك في الليل مشيت عند صاحبك وانت مفتي تجي بكري، انت تجي من الخدمه وخاطركم السفر تجي باقي النهار. قلت فاش تجي في الليل، ولكن ديك الليله جيتي في الليل عنده في الليل واش تيشرب في الليل وخسرتي معاه وقلتي ما تقول حتى شي واحد انا جيت. مناش خفتي تقول انا جيت. لا بيجي وما ادراك ما لا بيجي. ذاك الوقت جلسوا معاه نهضروا معاه، علاش خبيتي على داركم الجهه ديالك؟ علاش خبيتي على داركم؟ علاش داركم ما قلتيش لهم انا جيت؟ ما مشيتش علاش ما عمرك تبات معاه ومشيتي تبتي معاه وديتي تشرب وجلستي معاه؟ وتيقول صاحبي انك جيتي بعدا شربتي شي حاجه في الطريق ولا في شي بار ولا ما عرفت وجيتي تما. علاش باش داركم يسوقوا الخبر؟ هنا ما عنده ما يهضر، ما عنده ما يقول. هو ما غيدوخ شي، واحد 5 ولا 6 الناس اللي هما حريفيه مالين الحلفه، عارفين مالين الوقت، عارفين في الوقت ديالهم، عارفين حطوه بين كل بين وما عليه الا ان يقول الحقيقه. قال انا ما بقيتش محمل، ما بقاتش نتحمل هاد الفكره ديال راه حامله وراه غتولد وانا باقي ما عنديش فلوس العرس وباقي ما درتش فيها غنسكنها وباقي ما كذا وانا تبرصت. اختي مصدعاني بالهضره، هي متى نتلاقات بقات تصدعني بالهضره داك الشيء وهذا. وانا هذاك النهار جيت بكري واتصلت بها كنت قلت لها بان غنجي في ذاك النهار، وقلت لها فين غنتلاقاو خرجي عندي بغيت نهضر معاك وداك الشيء ما تقول لا لاختي لا حتى شي واحد. اي انه مسبقا قبل ذاك النهار هو تيخدم تيجي على اسبوع، اتصل بها وقال لها انا راه غنجي، وفاش غنجيك بحال غنجي مثلا غدا او بعد غدا ها معاش نتلاقاو، ها فين نتلاقاو، بلا ما تقول لها لاختي حتى شي حاجه، قول ما انا غادي نبات في دارنا
غنبات في دارنا ونتلاقاو انا وياك وغنبغي نهضر معاك ونتكلم معاك وعندك شي حاجه مهمه وكذا وكذا. البنت ولات عبد ديالو، ولات اسير ديالو، لانه الحب الاول، لانه في كرشها ولدو، بانها تشوف في العرس في المستقبل اللي قالها تقول ايه ما عندهاش تجربه. ما دار معها قال لك بحال نقولوا مثلا غدا ولا بعد غدا انا غنجي مع الخمسه نطلقوا في جهه فلان فلانيه، ما تقول حتى شي واحد. البنت داكشي اللي دارت ومشات تلاقاتو ويخرجها. خرج البنت، حصل التصريح ديالو انه خرجها ومشى لواحد المكان خلاء في الخلا، وكان معاه شراب وبدا تيشرب الشراب اللي هو شم فيه صاحبو الريحه قال جا هو سكران، بقى تيشرب والبنت معاه، وتسنى طاح الليل هو يقتلها. اي كان موجد لها وجايب حمل معاه وعنده التخطيط مخطط باش غيقتلها. قتلها، ضربها العنق ديالها وفي العنق ديالها علقها بديك الشجره. قال غيقولوا راه انتحرت، باقي النبار الدم سال، هو راه نحرها وعلقها باش يخبي فضيحه اللي هي ليست في الحقيقه فضيحه. كان عليه يمشي الخطبه ويكمل يقول مخاطبتي وخليها تما في الدار. كان عليه يساعد هذا يصار عائلته، كان عليه يساعد اختو اللي تدير الفارماسي يقول لها اش قالوا لك، واش هذيك نخليوه نحيدوه، شنو قالوا لك. كان عنده بزاف ديال الحلول، ولكن هو اش دار ديك العمليه وعود ما يمشي لدارهم، لا مشى عند صاحبه او عمره ما مات معاه وبات معاه ودا مع داك الشراب سكر. وكان في واحد الحاله اللي هي هذيك الارتباك ديالو واش صاحبه شك فيه، من بات غدا بانت الجثه. هو ديك الساعه مشى للعمل ديالو وجابوا البوليس كما قلت لكم، حطوه وقال هذا الشيء هذا. قتلها فابور، قتلها خوفا من العار، وكان عنده باش ذاك العار يتحيش من عار. من عار يتزوج بها، من عار هو باغيها، اختو باغيها، دارهم ما قال حتى حاجه، باها مسكين باغي، امها باغيها، يدبها تا هو غيبغي، وشنو فيها حتى حاجه. وبنت مسكينه عايشه في خيمه، غتجي عند الدار غتاكل هادشي اللي كتب الله، غتنعس تما عاديه، ما طلبت حتى شي حاجه. ماشي بنت المدينه تبقى تقول لك تشرط عليه، ما عندها ما تشرط. هو كبر العادات، كبرنا غتولد ناري وانا غندير، وبقى تيخمم ديك البلان العوجين ديالو. سيد امي ما قاري ما والو حلوف، بقى حسب داك الحسابات وتبان لك خطه ديال نتذكر معاه ولا تسنيني غدا ولا بعد غدا تسنيني ليه، ودار معاه الوقت. انا ما عرفتش الوقت اللي دار معاه بالضبط، ما رجعش المسطار في هذا الوقت هذا. واش دار معاه غدا قال نتلاقاو بعد غدا نتلاقاو، يمكن قال بعد غدا نتلاقاو حسب واحد المكالمه هاتفيه دازت مع واحد الاخ، دار معاه في المسطار بعد غدا نتلاقاو. وهزل السيده وهزها من تما وداها للخلا ودار ما دار وقتلها وعلقها. واش هي غدا معاه في ذاك الليل، غدا مع راجلها مسكينه وخد الظلام، غتقول لي ناري الظلام، ولا سكتينه ماشي راجل. وداها تما في الخلا ودار اللي بغاو علق السيده في الشجره. ومشات مسكينه ضحيه. انا تنتخيل هذيك البنت اش من نوع ديال البنات. هذيك البنت هما اللي تنشوفوهم بكري او بعض المرات من تيدوروا المغرب القديم، ذاك المغرب ديال 1920 1919 1912 تيبينوا ديك البنات تيبقاو يدوروا في الكاميرا تيشوفوا ديك العيون ديال البريئه. ها تدوح في عينيها ما تشوفش فيك جوج مرات، الا شتي فيها بحال طرشتيها تديرها تهضر عينيها ما عارفه والو. هذه البنت مسكينه ما عارفه حتى حاجه، هذا مع باها من مرعى الى مرعى في الخلا، تولى مسكينه واحد الامنيه شافتها كبيره حطمها وقتلها هكاك. تبا غيبقى يتسائل وما غيتسائل، يقولوا وعلاش اش دارت ليه وعلاش حامليك حملها هو ومن بعد وعلاش. ديما تسول علاش دار هذا الشيء هذا، حتى هذا السؤال هو اللي ما غيجاوبش عليك قدام قضيه الدقيق. وعلاش قتلتيها؟ قتلتها وصافي. وعلاش؟ المهم حامله وياك حملتها انت؟ وهي حملتها انايا. ياك كانت بكر انت اللي بها؟ وهي انا اللي كنت بها ماشي، ما نكذبش على الله. وعلاش قتلتيها؟ شوف دابا جاتني في الشكل عاوتاني يتزوج تيخرقوا. شحال من واحد عشنا معاه حنا الشرطه القضائيه لداخل وانا في فرقه جنائيه، الناس تقتلوا روحهم تتسولوا تيبقى يخربق عليك علاش قتلتيه وعلاش قتلتيه. واش غنقول لك انا مع الشيطان ولد الحرام ويبقى غيخرقوا. اعترف بما نسب اليه، اش غدير ليه؟ اعترف جمله وتفصيله وتتقدو وتضرب ب30 عام ولا بمؤبد وراك بحال هذا. يعلم الله ما عرفتش الحكم باش تحكم، ولكن غيتحكم بغير بهادشي من 30 للفوق.
نتمنى من الله الحلقة تعجبكم، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.